تخيل تبقى عايش حياه طبيعيه جدا وفجاه تكتشف ان البشر بس مش هم اللي موجودين في العالم، ويطلع في كائنات تانية ما كنتش تتخيل انهم يبقوا موجودين، وكمان تتصاب بلعنه خطيره وتلاقي نفسك مهدد بالموت. وهي دي قصه بطلنا النهارده. لكن تفتكروا هيقدر انه يقضي على لعنته الخطيره في الوقت المناسب ولا هتستحوذ عليه للابد؟ وقبل ما نبدا ما تنساش اللايك والسبسكرايب، ويلا بينا نبدا. بيبدا الانمي بتاعنا بمومو، وبيكون واقف معاها شاب صايع وبيضايقها وبيقول لها تديله كل الفلوس اللي معاها، وبيطلع حبيبها القديم، وبتكون مومو زهقت منه ومن تصرفاته الغبيه. فجاه بترمي شنطتها في الارض وبتقوم مدياله بالرجل في وشه، وبتحاول انها تضربه تاني لكن بيصدها الواد وبيضربها في بطنها وبيوقعها على الارض. بيفضل يشتم فيها وبيقول لها يعني مفلسه وكمان غبيه، وبيقول لها انه زهق منها ومش عايز يشوف وشها تاني ابدا. تتعصب مومو وبتفضل تشتم فيه هي كمان، وبتشبهه بكل الحيوانات اللي في العالم. بتطلع مومو فصلها وبتحكي لاصحابها على اللي حصل، وبتقول لهم انها عايزه تختفي من العالم ده وانها زهقت من حياتها. بتقول لها صاحبتها انهم حذروها من البغل ده كذا مره، وبتقول لها كان ايه اللي عاجبك فيه اصلا؟ بتقول مومو ان نفسها يبقى عندها حبيب شبه الواد اللي اسمه كين. بترد عليها صاحبتها وبتقول لها انت ما بتزهقيش يا بت انت، وان الواد ده كان عنده حق لما قال عليها غبيه. بتتضايق مومو وبتقول انها عايزه تعيش حياه طبيعيه زي باقي البنات وتبقى مستقره، وانها عايزه تصاحب شاب مفتول العضلات ووسيم ويعملها معامله الملكه. بيقولوا اصحابها الاثنين في نفس الوقت ان النوع ده انقرض خلاص. بتفضل حزينه جدا ومحتاجه حد يواسيها، وبتقول يعني يا رب مش هقابل حد شبه كين خالص. بتفضل ماشيه في الطرقه لحد ما بتوصل لفصل الولاد، وبتفضل واقفه قدامه، وبتلاقي شويه طلاب بيضايقوا ولد قاعد لوحده وبيرموا عليه الورق. بيجهزوا ورق تاني عشان يرموه، لكن فجاه بيلاقوا مومو في وشهم، وبتبص لهم بس حد عشان يخافوا منها وكده. وبتسال الولد التاني بيقرا ايه، وبتكون قصدها تفتح معاه كلام لحد ما العيال المتنمره دول يلفوا الناحيه التانيه ويسيبوه في حاله. وبتشوف الكتاب اللي معاه وبتلاقيه بيقرا عن المخلوقات الفضائيه والعبث ده، وبتقوم من قبل ما الواد الغريب يرد على سؤالها اصلا. بتقول هو مفيش في العالم ده غير الاشرار والاغبياء ولا ايه؟ تخرج وبتفضل تمشي في الطرقه وبتبقى متضايقه جدا وعايزه تفرغ غضبها على اي حاجه. مش عارف انا ما عندهاش حصص دي ولا ايه. بيخرج الواد الغلبان اللي ساعدته وراها وبيكون متوتر جدا، وبيقول لها انه عرف انها واقعه في حبه خلاص، والا ما كانش هتدخل له الفصل وتتكلم معاه هو بالذات. وبيكرر الكلام اللي بيقوله مرتين. بترد عليه وبتقول له انت شكلك عبيط ياض انت، وبتقول له ينسى كل اللي حصل من شويه وانها مش قصدها حاجه يعني. يوريها الخبر اللي في المجله بتاعته، وبيقول لها ان الرئيس سافر لكوكب المريخ واكتشف ان الكائنات الفضائيه حقيقيه فعلا، ولسه كمان هيعملوا ابحاث تانية كتير. وبيسالها هل مصدقه الكلام ده ولا لا. تستغرب مومو من طريقته وبتقول له انها ما بتامنش بوجود المخلوقات الفضائيه ولا الكلام التافه ده كله. يرد عليها وبيقول لها تبص كويس وتقرا الخبر التاني. بتقول له انه عيل مزعج جدا وانها غلطانه انها فكرت تساعده اصلا. بيفضل الواد يتكلم وبيقول لها ان جيش الولايات المتحده اعترف رسميا بوجود الكائنات الفضائيه وهيبداوا يعملوا مراكب للفضاء. بتفضل مومو بس في موبايلها وبتتجاهله تماما، وبعد ما بيخلص كلامه بتقول له ممكن اروح اشوف حالي بقى ولا ايه. بيفضل الواد الرزل ده وراها وبيقلب لها في المجله وبيحاول يخليها تقتنع بالكلام المكتوب. بتتعصب مومو جدا وبتجيب اخرها منه وبتقول له اسمع ياض انت، انا لسه متسابه من شويه ومش فايقالك ولا فايقه للغباء اللي انت بتقراه ده، واكيد عشان كده العيال بيتنمروا عليك وما عندكش اصحاب اصلا. بيتصدم الواد من البلاعه اللي ضربت في وشه مره واحده دي، وبيفضل واقف حزين وبيحس ان قلبه اتكسر. وقبل ما تمشي بتقول له ما يتكلمش معاها ولا كانه يعرفها. بعدين بتستوعب اللي عملته وبترجع له تاني وبتتاسف له على كلامها اللي زي الزفت، وبتاخد المجله من على الارض وبتنضفها وبتديها له تاني، وبتقول له انها مش بتؤمن بالمخلوقات الفضائيه لكنها بتؤمن بالاشباح، متاكده انهم موجودين فعلا. بيرد عليها الواد وبيقول لها ان مفيش حاجه اسمها اشباح اصلا. بتتعصب مومو تاني وبتقول له يعني انا قلت عاملك زي البني ادمين وسايرك في العبط ده وفي الاخر بتنكر كلام انا؟ بيتعصب الواد هو كمان وبيقول لها اياك تستخف بالمخلوقات الفضائيه او تتريقي عليهم. وبيفضلوا الاثنين يجزوا على اسنانهم قدام بعض. بتقول له انه عشان يبقى عارف يعني ان جدتها وسيطه روحيه وبتعمل طقوس حقيقيه لطرد الارواح، وانها مخيفه جدا، وان الاشخاص الممسوسين بيفضلوا يعملوا حركات غريبه ولا اراديه، وعشان كده هي متاكده ان الاشباح حقيقيه. بيرد عليها وبيقول لها ان كلامها ده مش دليل على وجود الاشباح، واي حد مجنون او مريض ممكن يعمل حركات غريبه كانه ملبوس، مش حوار يعني. بتتعصب وبتمسك فيه وبتقول له انت محسسني انك متربي مع الكائنات الفضائيه، وايه اللي مخليك ضامن كده انهم موجودين فعلا؟ بيرد عليها وبيقول لها انت شكلك غبيه ومش بتاعت علم. بيفضلوا الاثنين ماسكين في بعض، بيشوفوها اصحابها الاثنين وبيقولوا البنت دي مش ناويه تجيبها البر وكل شويه تعمل مشكله مع واد جديد. تتحداه مومو وبتقول له انها لو اثبتت له ان الاشباح موجوده فيبقى الخادم بتاعها. بيرد عليها وبيقول لها ان هو كمان هيثبت لها ان الكائنات الفضائيه حقيقيه وساعتها هتبقى هي الخادمه بتاعته. وبيتفقوا الاثنين، وفي اخر اليوم بيخليها الواد تروح لمستشفى مهجوره، وبتكون مومو خايفه جدا وبتقول له ده مكان الفضائيين ولا ايه؟ بيرد عليها وبيقول لها ان الاماكن اللي زي دي بتبقى مأوى ليهم، وانها لو ندهت عليهم هيظهروا لها وهتتخطف على طول وهيعملوا عليها تجارب شريره. بترد عليه وبتقول له انت جربت قبل كده ولا ايه؟ بيقول لها انه طبعا مستحيل يعمل كده، وان كل اللي اتخطفوا ذاكرتهم اتمسحت. بتقطع مومو وبتقول له ان ده معناه انه عمره ما شاف مخلوق فضائي قبل كده. بيغير الواد الموضوع وبيقول لها سمعتي قبل كده عن التنويم المغناطيسي؟ بترد عليه وبتقول له ما تلفش وتدور ياض انت. بيزعق لها وبيقول لها ان الموضوع ملوش علاقه هو شافهم قبل كده ولا لا، وان الفكره كلها ان في دليل ملموس على وجودهم فعلا. بترد عليه وبتقول له طب نقطنا بسكاتك بقى وخلينا نشوف الحكايه دي اخرتها ايه. بنروح للواد وبيكون هو كمان في مكان مهجور، وبيكون مكتوب على البوابه ممنوع الاقتراب، وبيقول لها انه وصل للمكان المشؤوم بتاعها، وبيكون المكان هو مركز النشاط الروحي. بيكون الواد مرعوب وهيعملها على نفسه، وبيقول لها انه هيدخل دلوقتي ويثبت لها ان مفيش حاجه اسمها اشباح فعلا. بتتريق مومو عليه وبتقول له ان شكله هيموت من الخوف اصلا، وبتقول له ان الموقع ده مشهور بانه مسكون
بالاشباح والعفاريت، لكن برضه ما بيصدقهاش. وفجاه بيحس بحاجه غريبه وبيصرخ بصوت عالي. بتحذره مومو وبتقول له ان الكلام بصوت عالي في مكان زي ده شيء خطير جدا. بيسالها الواد هل شافت شبح قبل كده اصلا ولا بتتكلم وخلاص هي كمان. بترد عليه وبتقول له انها ما شافتهمش قبل كده لكنها متاكده انهم موجودين. بيصرخ تاني وبيقول لها وعماله تتكلمي بثقه قوي، وبيفضل يزعق لها وبيقول لها تسحب كلامها اللي قالته وتستسلم. بتبعد مومو التليفون عنها عشان ما تسمعش صوته المزعج. بيقول لها ان من الغباء انها تؤمن بوجود شيء مش موجود اصلا. بترد عليه وبتقول له انها قالت له قبل كده ان جدتها وسيطه روحيه، وبتقول له ان اهلها مش موجودين وانها بتحب جدتها جدا وهي قدوتها. بيتفاجئ الولد وفجاه بيتكلم معاها كويس، وبتقول له انا صعبت عليك ولا ايه، وبتقول له ان عيلتها غريبه جدا وبيعملوا حاجات مش مفهومه وعندهم حاجه اسمها طقوس قلب الحظ، وانها كانت لازم تعمل الطقوس دي كل ما تخرج للمدرسه. وطبعا كل زمايلها كانوا بيتريقوا عليها ويقلدوها بحركات مضحكه، لكنها لو ما كانتش عملت الطقوس دي جدتها كانت بتغضب جدا وبتعاقبها. واصعب حاجه كانت بتواجهها هي ان الولد اللي كانت بتحبه كان بيتريق عليها معاهم، ومن ساعتها بقت بتكره جدتها جدا بسبب الطقوس الغبيه دي، واللي خلت الواد اللي بتحبه يكرهها ويشوفها بنت غريبه الاطوار. لكن المشكله انها قالت الكلام القاسي ده لجدتها ومبقتش تتكلم معاها كتير ولا بقت تمارس الطقوس بتاعتها. وبعدها استوعبت انها ما كانتش متضايقه ان الولد اللي حبته كان بيكرهها وبيتريق عليها، وانها كانت متضايقه انه كان بيتريق على جدتها لانها كانت بتحبها جدا وكانت بتحب شغلها كوسيطه روحيه، وكانت شايفه انها مميزه جدا وكانت هي الوحيده اللي بتهتم بيها، ووافقت انها تتبناها. وعشان كده هي بتؤمن بجدتها وبتؤمن بوجود الاشباح، وبتقول له انه كده عرف حكايتها، وبتساله عن حياته هو كمان وليه بيؤمن بالمخلوقات الفضائيه. بيتفاجئ الولد من سؤالها وبيقول لها انها مش حاجه مهمه قوي يعني. بترد عليه وبتقول له شكلك ما عندكش اسباب اصلا وعايز تهرب من السؤال وخلاص. بيقول لها ان الانسان مش محتاج لسبب عشان يحب حاجه. بترد عليه وبتقول له انه معاه حق فعلا لكنها عايزاه يتكلم معاها بصراحه. بيقول لها ان الكلام معاها مريح جدا. فجاه بيلاقي خطوات على الارض بالدم وبيحس بحاجه مرعبه وبيكون خايف جدا. بيلف الناحيه الثانيه وبيلاقي قدامه ست عجوزه وشعرها منكوش وشكلها يقطع الخلف. بياخد بعضه وبيطلع يجري وبيفضل يصرخ ويقول شبح. بتحذره مومو وبتقول له انه ما ينفعش يجري لما يشوف الاشباح. بيرد عليها وبيقول لها انت مجنونه ولا ايه، عايزاني اقف قدامها عادي كده. بتحاول انها تهديه وبتقول له يعتبرها ست عاديه. ما بيسمعش كلامها وبيفضل يجري باقصى سرعه. بتقول له انه ما ينفعش يخليها تسبقه مهما حصل لانها لو سبقته هيتصاب بلعنه الشبح، لكن ده بالظبط اللي بيحصل. وبتسبقه الست العجوز وبتستحوذ عليه. تفضل مومو تنادي عليه لكن ما بتلاقيش اي رد، وبتضطر انها تروح له بنفسها. لكن فجاه كل انوار المكان بتطفي وبيظهروا قدامها اشخاص غريبه وعاملين زي الاقزام. بتجري منهم على طول لكن بيقفشوها بسهوله وبيقبضوا عليها. بتلاقي مومو نفسها مقيده في مكان غريب وحواليها الاشخاص المخيفين. بيقول لها ان اسمهم السربونيين وانه بيتقال عليهم كده لانهم جايين من كوكب سيربو. بتتصدم مومو لما بتعرف انهم كائنات فضائيه. بيقول لها واحد منهم ما تخافش وانهم طيبين وما بيأذوش البشر. بترد عليه وبتقول انهم لو كده فعلا ما كانوش خطفوها وخدوا لبسها وحاجتها. بيقول لها انهم محتفظين بكل ممتلكاتها. بتلاقيهم مومو متقطعين 100 حته ومرميين على الارض. بتقول لهم انها هتدفعهم ثمن الحاجات دي. بتقول لهم انا عايز ارجع بيتي ففككوا بقى من الحاجات دي وبطلوا هزار. لكن بيتجاهلوا كلامها وبيفضلوا باصين لها بابتسامه سخيفه. بيقولوا لها انهم هيعملوا عليها تجارب وهياخدوا اعضائها، وبيفضلوا يقولوا كلام غريب كده ومش مفهوم. تتعصب مومو وبتفضل تزعق لهم وبتقول ما تقربش مني ياض انت وهو بدل ما ارتكب فيكوا جريمه. بيحط واحد منهم ايده على وشها بيستخدم قوه التنويم المغناطيسي وبيخليها تشوف حاجات غريبه، وبتبدا انها تفقد الوعي بالبطيء لكن ما بتسمح لهمش انهم يسيطروا عليها، وبتحاول انها تقاوم التحكم العقلي. فجاه بيلاقوا الموبايل بتاعها بيرن وبيروح واحد منهم يشوف مين، واول ما بيمسك الموبايل بينفكر في وشه. بيترمي الموبايل على الارض وفجاه بيطلع منه ايد مرعبه وبيطلع شبح الست العجوز وبتهجم بسرعه على واحد من الكائنات الفضائيه وبتحدفه بعيد. لكن المفاجاه ان الشبح ده بيطلع الواد اللي كان معاها. بيقول لها ان الست العجوز لعنته واستحوذت عليه ومش قادر انه يتخلص منها. بتتفاجئ مومو لكن ما بتهتمش بكل اللي قاله وبتطلب منه انه ينقذها. بيقول له واحد من الكائنات الفضائيه انه طلع من التليفون ودي حاجه مذهله جدا وهم نفسهم لسه ما وصلوش للتقنيه دي. بيطلب منهم المساعده وبيقول لهم انه مش عارف يسيطر على نفسه. فجاه بتظهر الست العجوز وبتقول بصوت عالي انها هتلتهمه. بيتحولوا الكائنات الفضائيه لوحوش مرعبه وبيهجموا على الست العجوزه وبيطلقوا عليها المتفجرات. تجري منهم الست العجوزه بسرعه جدا ما بيقدروش يسيبوها. بتهجم على واحد منهم وبتوقعه في لحظه. بتجري على الثاني لكن بيصدها في اخر لحظه وبيضرب عليها النار وبيحدفها بعيد. بتقلق مومو جدا على الولد وبتفضل تنادي عليه وبتقول له يتماسك. بيقول لها الولد ان السبب اللي خلاه يؤمن بالكائنات الفضائيه هو انه ما كانش عنده اي اصحاب وكان فاكر ان الكائنات الفضائيه ممكن يحبوه ويوافقوا انهم يبقوا اصحابه، وانه فضل سنين مستنيهم يظهروا في السماء لكنه ما شافش اي حد منهم ابدا، وبقى يائس وحزين اكتر بسبب ان البشر تنمروا عليه وكرهوه. وكمان الكائنات الفضائيه تجاهلته كانه مش موجود ومحدش يعترف بوجوده الا مومو. هي الوحيده اللي ساعدته ودافعت عنه ضد الطلاب المتنمرين. وبيصرخ باعلى صوت وبيقول انه مش هيسمح لاي حد انه يأذيها وانه مستعد يتحول لوحش عشان ينقذها. بتشجعه مومو وبتقول له اديهم على دماغهم يا صاحبي ووريهم رجولتك. يرد عليها وبيقول لها انه مش قادر يعمل حاجه والموضوع شبه مستحيل. بتزعق له وبتقول له انه لسه بدري على انه يستسلم. بيهجم عليها واحد من الكائنات الفضائيه وبيستخدم قوه التحكم العقلي تاني. بتفتكر مومو كلام جدتها وكانت دايما بتقول لها انها لازم تعمل الطقوس كل يوم وتفرغ كل طاقتها وانها لو عملت كده مش هتتاذي خالص او تمرض ابدا والشر مش هيقرب منها. بتقول لها تشد عضلات بطنها وتتخيل ان الطاقه بتخرج من راسها. تفتكر مومو اصحابها اللي بيتريقوا عليها وبتزعق فجاه وبتقول انها بتكره الطقوس دي ومش عايزه تعملها تاني. بترجع للواقع وبتستغرب مومو
انها بتفتكر ماضيها دلوقتي، لكن بتقرر انها تسمع كلام جدتها وتعمل الطقوس، وبتنجح فعلا وبتخرج كل طاقتها وبتقدر انها تتخلص من قيودها. بيتصدم الولد وبيقول لها انت عندك قوه خارقه ولا ايه؟ بتكون مومو نفسها مش مصدقه اللي حصل وانها قدرت تهزم قوه التحكم بالعقل. بتقول مومو بصوت عالي ان جدتها كانت وسيطه روحيه حقيقيه وانها فخوره بيها اكتر من اي حاجه تانية. بتهجم على الكائن الفضائي وبتضربه نفس الضربه اللي اديتها للواد الحقير اللي كانت مصاحباه، وبتحدفه بره المبنى خالص. اصلا فجاه بتظهر مركبه فضائيه ضخمه وبتخاف مومو جدا. بتحاول انها تنقذ الولد وتخليه يرجع لطبيعته وبتستخدم كل قوتها عليه وبتنجح انها تخرج الست العجوز من جسمه، لكن اللعنه بتفضل عليه. بتقول الست العجوز ان المعركه بينهم لسه ما خلصتش وانها لو عايزه تنقذ صاحبها يبقى تزورها في النفق وان ساعتها هتوريها معنى القوه الحقيقيه. فجاه بتختفي من المكان وبتتعصب مومو جدا وبتفضل تشتم فيها وتهزقها. بيحصل انفجار كبير في المبنى وبتقول انهم لازم يهربوا دلوقتي حالا والا هيموتوا. وفجاه المبنى كله بينفجر وبيخرجوا منه في اخر لحظه. وبتقول مومو انها هتؤمن بالكائنات الفضائيه بعد ما اتخطفت، وبيقول الولد انه هيؤمن بالاشباح بعد ما اتلعن، والاثنين بيكونوا متبهدلين على الاخر. بتقول مومو هنعمل ايه دلوقتي بعد كل اللي حصل ده، وانه لو ما حلش موضوع اللعنه دي هيفقد سيطرته على نفسه تماما وهيتحول لشبح. يرد عليها وبيقول لها انه عارف الكلام ده كويس وانها مش محتاجه تفكره. بتقول له انهم سرقوا محفظتها وتليفونها ولبسها وكل حاجه وانها دلوقتي بقت على الحديده. بيقول الولد هشيل اللعنه دي ازاي بس يا ربي. بترد عليه وبتقول له انه مفيش غير حل واحد وهو انه يهزم العجوز المجنونه دي. بيقوم وبيقول انه هيروح لها دلوقتي وبيقلع اللبس اللي لابسه وبيديهولها. بتروح له مومو بسرعه وبتقول له انه ما ينفعش يروح لوحده واكيد مش هيقدر يهزمها. يرد عليها وبيقول لها ان كل ده حصل بسببه وبيتاسف لها انه ورطها في كل المشاكل دي، وبيقول لها انه هيحاول يحل الموضوع باي طريقه ولو ما عرفش هيستسلم عادي وان كده كده محدش مهتم بوجوده ولو مات محدش هيتاثر. بترد عليه وبتقول له انها مش هتقدر تسيبه لوحده بعد كل اللي حصل ده وانه كان هيموت جوه لولا انها كانت موجوده معاه. وبتقول له يبطل يبقى زي الاطفال وبترجع له لبسه تاني وبيمشوا سوا. يرد عليها وبيقول لها انه اصلا شخص غبي. تتفاجئ مومو وبتحس ان ضربات قلبها سريعه وبتقول ان الجمله دي كين هو اللي كان بيقولها على طول، وبتحاول انها تهدى وبتساله عن اسمه. والمفاجاه الغير متوقعه ان الواد العبيط ده هو كين. بتتصدم مومو اول ما بيقول لها اسمه وما بتكونش مصدقه نفسها. بتنهار فجاه وبتقول مستحيل انت اكيد عيل نصاب. بيستغرب وبيقول لها انتحل شخصيه حد تاني ليه يعني. بتفضل تتمرمخ في الارض وبتقول ان كل احلامها راحت خلاص. فجاه اللعنه بتسيطر عليه تاني وبيجري عليها وبيقول لها تنقذه الاول وبعدين تبقى تصيح براحتها. بتلاقيه مومو في وشها وبتتفزع وبتقوم حتفاه بعيد بكل قوتها. بيرجع كين لطبيعته وبيشكرها لكن بيكون اتبهدل خالص ونضارته كمان بتتكسر. بتقوم مومو وبتقول له بص ياض انت احنا هنتفق على شويه قواعد كده واولهم انك ما تذكرش اسمك ابدا، يعني ممكن يسميك محسن مثلا. وبتقول له ان لو استخدم اسمه الحقيقه هتقتله. بيستغرب جدا وبيقول لها ايه اللي مضايقك من اسمي يعني. ما بتردش عليه وبيقول لها تختار له اسم عدل. بتقول له بما انه بيحب الكائنات الخارقه فهتسميه اوكارون. بيضطر انه يوافق وخلاص. بتتريق عليه وبتقول له انت اتقمصت ولا ايه. بيتضايق وبيقول لها انه وافق غصب عنه فعلا. تفضل مومو تضحك عليه وبيعدي القطر من قدامهم بسرعه وبيشموا ريحه وحشه جدا وبيجروا بسرعه وطول الطريق بيفضلوا يتخانقوا مع بعض وبيلاقوا الصبح طلع عليهم. وبيقول كين ان كده الست العجوز مش هتظهر تاني وده لان الاشباح بيطلعوا بالليل بس. بتعرض مومو عليه انه يروح معاها البيت وبتقول له انه منظره مخيف اكتر من الست العجوز نفسها. بيوافق وبيروح معاها. بيوصلوا البيت وبتقول له ان جدتها صارمه جدا مع الصبيان ولازم يخلي باله كويس وانها كانت هتقتل ولد صاحبها قبل كده. بيتفاجئ وبيقول لها انت جايه تقولي كده دلوقتي. تدخل مومو وبيجي يدخل وراها لكن فجاه بتحصل حاجه غريبه وبيولع الولد. بتتصدم مومو ما بتكونش عارفه تتصرف ازاي. تستخدم قوتها الخارقه وبترميه في البحيره على طول. بتنادي عليه وبتقول له بصوت عالي انت لسه عايش ولا لا. بتشوف يافطه غريبه على البرج وعليها رموز سحريه وبتقول له ان اكيد اليافطه دي هي السبب. بتقول له ان في حاجز معمول على البيت وعشان كده ما قدرش يدخل وبيكون كين ميت من الرعب وبيقول انه كان فاكر ان امره انتهى خلاص. بيطلع من البحيره وكله بيبقى اسوأ من الاول وشعره بيبوظ. بيمسح النضاره بتاعته وبتقول له مومو يحاول يدخل تاني وبتكون شالت اليافطه اللي عليها الرموز. بيقول لها انت متاكده ان ينفع ادخل. بترد عليه وبتقول له ما تقلقش ولو ولعت تاني هرميك في البحيره بسرعه. بيكون كين خايف جدا وبيدخل ايده الاول ببطء وما بيحصلش حاجه. بيتفاجئ وبيدخل على طول وما بيحصلوش حاجه. بتساله حاسس بايه بالظبط. يرد عليها وبيقول لها انه حاسس بالم في جسمه كله. بتشوف شعره بيجي لها ضحكه هستيريه وبتقول له ان شعره بقى عامل زي الست العجوزه. بيلمس كين شعره وبيتفاجئ وبيقول لها انت بتضحكي على ايه يا بت انت. وبيقول انه كان هيموت من شويه وانها المفروض بدل ما تضحك عليه تعتني بيه وتضايفه. تتجاهله مومو وبتسيبه وبتدخل البيت. تفضل تنادي على جدتها ومش بتلاقيها وبتقول له يدخل وما يخافش. بيكون كين متوتر جدا وبيدخل وراها. بيشوف اوضتها وبيتفاجئ جدا وبتكون مختلفه تماما عن باقي البيت وبيحس انها اوضه باربي. بيخرج على طول لكن بيدخل تاني فجاه وبيقول لها ان اللعنه اتفعلت تاني. بتتعصب مومو وبتقول له ما يدخلش من غير ما يخبط وبتستخدم قوتها وبتحدفه على الحيطه. بيتاسف لها بالعافيه وبيقول لها انه مش هيكررها تاني. بتغير مومو لبسها وبتكون مجهزه قوتها عشان لو اتحول تاني في اي لحظه. تديله لبس جديد يلبسه وبتقول له ان ده لبس بناتي بس مشي نفسك يعني اليومين دول وخلاص. بيتعصب كين وبيقول لها ان هي السبب في ده كله ولما كانتش اخترعت التحدي الغبي بتاعها ده ما كانش ده كله حصل. بتتضايق جدا وبتقول له انها ما كانتش مهتمه بقصصه الغبيه عن الكائنات الفضائيه اصلا وهو اللي فضل يتكلم معاها عنهم لحد ما اتخانقت معاه. بيرد عليها بحزن وبيقول لها انه ما كانش عايز الفرصه تضيع منه وانه ما صدق ان حد اتكلم معاه ودافع عنه وان الحاجه الوحيده اللي كان بيحلم بيها هو انه يبقى عنده اصحاب. عشان كده اول ما خرجت من الفصل خرج وراها على طول وكان عايز يشاركها الحاجات اللي بيقراها وبيحبها. بتتاثر مومو جدا وبتفضل ساكته. بيقول لها كين انها طلعت مختلفه تماما عنه وان واحد زيه ما ينفعش يتكلم معاها اصلا. بيتاسف لها انه عرضها
الخطر، وبيقول لها ان لما كل ده ينتهي ممكن تقطع علاقتها بيه تماما وترجع تتجاهله تاني. بتتضايق مومو وبتقول له ان عشان كده هو عيل مزعج وانه بيفترض مشاعر الاشخاص اللي قدامه وبيتسرع في الحكم عليهم من غير ما يسالهم. وبتقول له ان السبب ان ما عندوش صحاب هو انه بيعزل نفسه عنهم وفاكر ان كل الناس بتكرهه ومش عايزاه. بيقعد كين على الارض وبيكون حزين جدا. بتروح له مومو وبتقول له انها مش هتتجاهله ابدا. بيفضل كين ساكت وبتحاول انها تقرب منه وبتقول له يرد عليها. فجاه بيرد عليها وبيقول لها انها بشعه. بتتفاجئ مومو وبتتعصب جدا. بتمسك فيه وبتقول له انت قلت ايه حته حساله انت. بيمسك فيها هو كمان وبيقول لها انها ما بتفهمش في الذوق وما بتعرفش تنقي كلامها وبتقول عيوب الناس بشكل صريح قوي يعني. تحول مومو وبتفضل تزعق له وبتقول له قصدك ايه بالكلام ده. فجاه بيسمعوا صوت الجرس وبيقول لها ان جدتها ممكن تكون رجعت. بتقطعه وبتقول له يسكت خالص وبتقول بصوت واطي انها ما سمعتش صوت الجرس الباب بالطريقه دي قبل كده. بيستخبى وبيسالها كين ايه معنى كلامها. ترد عليه وبتقول له ان جدتها قالت زمان ان عندهم جرسين للباب، واحد للبشر وواحد للارواح الشريره. بتفتكر انها شالت الحاجز السحري اللي كان على البوابه وبتقلق جدا. بيشوفوا ظل مخيف ورا الباب. بيخاف كين جدا وبيقول لها انه اتصرف ازاي دلوقتي. بترد عليه وبتقول له ان مفيش حل غير انها ترجع يافطه الحاجز وانها لو روح شريره هتتحرق على طول زي ما هو اتحرق. بيقول لها انها كده هتحرقه تاني. بيخرجوا من الباب الخلفي وبيطلب منها انها تستنى لحد ما يخرج بره البيت وبعدين تبقى ترجعها. ما بتردش مومو عليه وبتلاقي ان الروح اختفت. بيبص كين للسما وبيتفاجئ وبيقول لها تبص هي كمان بسرعه. بتتفاجئ جدا هي كمان وفجاه بتحصل حاجه غريبه والبيت بيتحصر من كل ناحيه وبيتقفل خالص. بيفضلوا الاثنين يصيحوا وبتقول له مومو انهم لازم يخرجوا بسرعه من هنا. بيرد عليها وبيقول لها انهم اتحبسوا ومش هيعرفوا يخرجوا وان الحيطه الضخمه دي محاصره البيت كله. بتقول انها لازم تعلق التعويذه دي حالا. بيوقفها وبيقول لها استني بس يا حاجه انت. وبيقول لها انه مش هينفع تعلقها لانهم مش هيعرفوا يخرجوا. بتكون مومو محتاره جدا ومش عارفه تتصرف ازاي وفجاه بتلاقي دم على ايديها ودم بيخرج من بقها. بتتصدم وبتقول انها فرطه كبيره ونفس الشيء بيحصل لكين وبيحس انه بيتخنق وبيطلب منها المساعده. بتلحقه مومو وبتقول له يتمالك اعصابه لحد ما يعرفوا يتصرفوا ازاي. بتفزع كين اول ما بيشوف الدم وبتقول مومو ان اكيد السبب هو الضباب الاسود اللي في كل حته. وفجاه بتظهر الروح الشريره المرعبه وبتقول لهم اخيرا لقيتكم وبتهجم عليهم بكل قوتها. بتزق مومو في اخر لحظه وبترمي عليها ورقه التعويذه وبيبعدوا الاثنين عن طريقها. لكن المفاجاه ان ورقه التعويذه ما بتاثرش فيها وبتكون كانها ورقه عاديه وبيطلعوا يجروا على طول. بتفضل الروح الشريره وراهم وبتهجم عليهم وبتطيرهم. بتشد مومو من ايده وبيهربوا على طول قبل ما يهجم عليهم تاني. بتقول لهم انها مش هتمشي من هنا غير لما تقتلهم وتاخد اعضائهم. بتهجم عليهم تاني وبيجروا في اخر لحظه. بتقول مومو ايه الروح الشريره الرخمه دي. بيرد عليها وبيقول لها انها مش روح شريره وان ده كائن فضائي وان مفيش روح شريره بالحجم واللياقه دي. بيقول لها ان الكائن الفضائي ده مشهور وظهر اول مره في امريكا واسمه فلاتو وبعدها ظهر في اليابان وانه مشهور جدا بانه كائن ضخم وطوله بيتعدى 3 امتار. تستغرب مومو جدا وبتقول له ازاي الجرس الخاص بالاشباح هيجذب مخلوق فضائي. بيرد عليها وبيقول لها ان في دراسات بتقول ان الناس اللي بيشوفوا الارواح الشريره بيقدروا يشوفوا الكائنات الفضائيه. فجاه بيخرج الكائن الفضائي ضباب اسود من بقه وبيقول كده ان ده معناه ان في حاجه مشتركه بين الاشباح والمخلوقات الفضائيه. بترد عليه وبتقول له انهم لو ما اتصرفوش بسرعه هيموتوا مسمومين من الضباب. بتقول انها حتى مش قادره تستخدم قوتها الروحيه. فجاه لعنه كين بتتفعل تاني وما بيكونش قادر يسيطر على نفسه. بيهجم عليهم الكائن الفضائي الضخم وبيدمر المبنى اللي مستخبيين وراه. بيطلعوا يجروا على طول وبيفضلوا يصرخوا بصوت عالي. بيحاول كين انه يسيطر على قوه اللعنه وبيقدر انه يرجع لطبيعته تاني ما عدا ايده. بيفضل كين باصص لايده وبيقول لمومو انه هيقتل الكائن الفضائي وبيطلب منها انها تحرر اللعنه. تتفاجئ مومو وبتقول له انت اتجننت ياض ولا ايه. بيرد عليها وبيقول لها انه ما بيخافش من الكائنات الفضائيه. وفجاه بيلاقوا الكائن الفضائي الضخم قدامهم وبيتسمروا الاثنين في مكانهم. بيدمر الكائن الفضائي المبني على دماغهم وبينجوا منه باعجوبه. بتقول له مومو انه بيطلب منها انها تحرر اللعنه كانها حاجه سهله يعني وانها ما تعرفش اصلا ازاي تتحكم في قوه اللعنه. بيرد عليها وبيقول لها انهم لازم يجربوا ولو حظهم طلع حلو هيبقوا عرفوا ازاي يتحكموا في قوه الست العجوز. بتقول له انها ما تعرفش اذا كانت هتقدر تعملها صح ولا لا. بيطلب منها انها تحاول وبتضطر انها توافق. تستخدم مومو كل تركيزها وقوتها وبيبدا كين يتحول لشبح الست العجوز. بيقول لها تسرع اكتر وان الكائن الفضائي جاي عليهم خلاص. وفجاه بيحصل انفجار كبير وبتنهي مومو التعويذه في اخر لحظه وبينقذها كين من الانفجار. بيتحمس كين جدا وبيقول ان حاسس بقوه هائله جواه لكنه حاسس انه حزين جدا. بتخاف مومو وبتقول شبح الست العجوز استولى عليه ولا ايه. يرد عليها وبيقول لها انا لسه صاحيه اسمك ايه بس مكتئب حبتين. بتخاف مومو اكتر من طريقه كلامه وبيقول لها انه اصلا شخص غبي. تتعصب جدا وبتمسك فيه وبتقول انا مش قلت لك ما تقولش الجمله دي تاني ابدا. بيرد عليها وبيقول لها موت لك نفسي يعني اسمك انت. بتقوم لاسعاب الالم وبتقول له يبطل يتكلم بالطريقه المريبه دي وانه كده بيستفزها وبتفضل تتخانق معاه. وكان الفضائي واقف قدامهم. بيسيبها كين وبيقول لها انه هيخلص الحكايه دي ويرجع لها تاني وبيفضل باصص لها. بتزعق له وبتقول له بص قدامك يا غبي. فجاه بيهجم عليك كائن الفضائي وبيطبقه بين ايده. تتصدم مومو لكن فجاه بتحصل حاجه مش متوقعه وبتخلص كين من قبضته وبيقطع له صوابعه كمان. بتكون مومو واقفه مذهوله وبتقول الواد ده اتعلم الحاجات دي كلها امتى. وبتتحمس اكتر وبتقول ان في امل انهم ينتصروا على الكائن الفضائي لكن فرحتها ما بتكملش. وفجاه بيضعف كين جدا وبيهجم عليه الكائن الفضائي بكل قوته. بيكون لسه هيكمل عليه لكن بتلحقه مومو في اخر لحظه وبتبعده عن طريق الوحش. بيقوم كين وبيقول لها انه جسمه ما قدرش يستحمل قوه اللعنه الهائله وانه كان حاسس ان جسمه هينفجر وان دي مش قوه البشر يقدروا يستحملوها ويتحركوا بيها ابدا. بيقول ان بعد ده كله يا دوبك قدرت اقطع له صوابعه بس فازاي ممكن يهزموا الشيء الضخم ده. بترد عليه وبتقول له انا هعرف منين يعني. وبتقول له انهم لو كانوا يعرفوا ازاي يهزموه ما كانش ده بقى حل
بتسالهم. فجاه بتجيلهم فكره جهنميه وبتقول له ان الكائن الفضائي ده شبه مصارعين السومو، وان ممكن لو قدروا يخلوا ايده تلمس الارض فممكن ينتصروا. بيرد عليها وبيقول لها انها عبقريه وانها فكره تستحق انهم يجربوها. بيقوموا الاثنين وبتقول له مومو يستهدف رجله وانها تستخدم قوتها الروحيه وتخليه يقع. بيتحول كين تاني وبيخلي قوه اللعنه تسيطر عليه، وبيجروا الاثنين ناحيه الكائن الفضائي. بيهجم كين على رجله وبيتحدف بعيد، وبتستخدم مومو قوتها الروحيه بسرعه وبتقدر انها توقعه على وشه، وفجاه ايده بتتبخر وبيفتكروا انهم خلاص كده هزموه. لكن فجاه بيتقلب على رجله وبيقوم تاني، بيمسك مومو بايده التانيه وبيحدفها بعيد على الحيطه. بيلحقها قبل ما تقع وبيضربها بضربته القويه وبيلزقها في الحيطه. بيتصدم كين وقوه اللعنه بتبدا تسيطر عليه اكتر، وبيقولوا انهم في كارثه كبيره. لكن فجاه بيلاقي نفسه رجع لطبيعته، وبتكون مومي هي اللي رجعته، وبتقول له ان هو والكائن الفضائي ده مزعجين جدا. وبتقول للكائن الفضائي ان ايده لمست الارض، يعني كان المفروض يختفي من قدامهم، لكنه كائن حقير وغشاش. بينادي عليها كين وبيقول لها تحرر اللعنه تاني وانه مش مهتم باللي يحصل لجسمه. بترد عليه وبتقول له ان هي اللي هتهزم الكائن ده بنفسها، وبتقول له يقف ويشوف هي هتعمل ايه. بتهجم على الكائن الفضائي لكن ما بيتاثرش وبيفضل يضرب فيها لحد ما بيزهق. بيفضل كين يقول لها تبطل جنان وتحرر اللعنه تاني، لكن ما بتردش مومو عليه. وبيكون الكائن الفضائي حفر جزء كبير في الحيطه، يكون ده جزء من خطتها. وبتقول انها دلوقتي بره بوابه البيت وهتقدر تستخدم كل قوتها الروحيه، وبتوصله ليه عشان يكون بره هو كمان وما يتاثرش باللي هيحصل. تلتقط التعويذه السحريه بقوتها وبتقدر انها تفعلها وترجعها تاني على البرج. واخيرا الكائن الفضائي بيتحرق قدامهم وكل حاجه بترجع تاني زي ما كانت. ما بيكونوش مصدقين انهم نجوا من حاجه زي دي. تفرح مومو جدا وبتقول انها كانت فاكره انها هتموت. بترجع اللعنه لكين وبيطلب منها المساعده، بترجعه لطبيعته وبتقول له تهدي بقى شويه وخلينا ناخد نفسنا الاول. بيرد عليها وبيقول لها ان ده على اساس ان انا بقدر اتحكم فيها يعني. بتلاحظ ان شعره اتغير تاني وبتضحك عليه، وبتقول له ان شعره بيتغير بتغير الجو وان شعر الست العجوز كان لايق عليه اكتر. بيتعصب وبيقول لها تسيب شعره في حاله وما تقولش رايها فيه. فجاه بتدوخ مومو جدا وبتقع على الارض. بيكون كين لسه هيحاول يفوقها، لكن فجاه قوه اللعنه بتسيطر عليه، لكن المره دي بتكون مختلفه عن اي مره وبيتحول بالكامل. بنروح لجدة مومو وبتكون بتصور البرنامج بتاعها، وبعد ما بتخلص بتركب تاكسي عشان ترجع البيت. بيقول لها السواق انت المذيعه الروحيه دي دوريا مش كده؟ بيقول لها انه شافها في البرنامج بتاعها من كام يوم، وبيسالها هل عندها قوه روحيه فعلا ولا ده مجرد عرض وخلاص. تفضل دوريا ساكته وما بتردش عليه، وبتوصل للمكان المناسب وبتقول له ينزلها. بيستغرب السواق وبيكون فاكر انها اتضايقت، وبيقول لها انه ما كانش بيحاول يضايقها ولا حاجه وكان عايز بس يشوف قوتها. بتقاطعه وبتقول له لو باقي على حياتك ومش عايز تموت يبقى امشي من هنا بسرعه. بنرجع لكين ومومو وقوه اللعنه بتستحوذ عليه تماما. بيقرب على مومو وبيبقى عايز يقتلها، لكن فجاه بيحصل انفجار كبير وبيقع كين في البحيره، وبتكون دودوريا هي السبب في الانفجار. بتروح لمومو وبتقول لها انها كانت فاكره انها جابت شاب صايع تاني البيت، لكن المره دي جايبه لها شيء مش بشري اصلا. وبتقول انا حفيدتي ما بتجيبليش غير المشاكل، وكل اللي بتبقى خايفه منه ان بشرتها تتضرر من المواجهه دي. وبتقول لي شبح الست العجوز تعالي لي بقى. وبتحصل معركه عنيفه بين اتنين عواجيز، بتهجم عليها الست العجوز بسرعه جدا، لكن بتقدر دودوريا تصدها في اخر لحظه وبتحرقها بقوتها الروحيه. بتقول لها انها طلعت خطيره فعلا لكنها كانت متوقعه هجومها. بتقع الست العجوز في الفخ بتاعها وما بتقدرش تخرج بره الدايره السحريه اللي عملتها. بتقول لها دودوريا ان ده حاجه سحري قوي وانها لو تجاوزت الخط ده هتموت. وبتقول لها ان السبب اللي خلاها ما تقدرش تلمسها هو انها محاطه بحاجز سحري بيحميها. بتقرب عليها وما بتكونش خايفه منها خالص. تعصب الست العجوز جدا وبتقول لها انها هتاكلها وهي حيه واكيد مش هتقدر حبسها للابد. بترد عليها دودوريا وبتقول لها انها مش ناويه تفضل حبساها وانها هتقتلها قبل ما تفكر تعمل اي حاجه. تضربها بالمضرب الحديد وبتحدفها بره الدايره السحريه. تحرق الست العجوز وما بتكونش قادره تسيطر على نفسها. ترجع تاني جوه الدايره السحريه وبتوجه لها دودوريا ضربات متتاليه، لكن بتحاول الست العجوز انها تتفاداها. بتقول لها اثبتي مكانك يا ست انتي والا هتخرجي تاني بره الدايره السحريه. بتقع الست العجوز على الارض وبتفضل تشتم فيها. بتضيق دودوريا الحاجز عليها اكتر عشان ما تقدرش تتحرك خالص، وبتهجم عليها بالمضرب لكن بتوقفها الست العجوز وبتقول لها انها لو قتلتها فالواد اللي لعنته ده هيموت معاها. تستغرب دودوريا لكن ما بتهتمش بكلامها، وبتقول لها انها هتقتل اي كلب يفكر انه يخدع حفيدتها حتى لو كان من البشر، وبتستعد انها تقتلها. وفجاه بتمسح جزء من الدايره السحريه عشان تحرقها. بعد شويه من الوقت بتفوق مومو وبتلاقي نفسها في اوضتها وبتبقى قلقانه جدا، وبتنزل على طول وبتلاقي جدتها بتتفرج على التلفزيون ومندمجه على الاخر. تسالها هي رجعت امتى، بترد عليها وبتقول لها تسكت خالص وانها عايزه تركز مع المسلسل. بتفضل مومو تبص حواليها كانها بتدور على حاجه، وبتقول لها انها عايزه تتكلم معاها في موضوع معين. بتقاطعها دودوريا وبتقول لها انت كنت في مكان فيه ارواح شريره مش كده؟ تتفاجئ مومو ما بتقدرش تكذب عليها. بتقول لها ان واحد زميلها اللي راح مش هي. تسالها دودوريا عن السبب. تتوتر مومو اكتر وبتقول لها انهم كانوا بيتكلموا عن الموضوع وانتهى بيهم الامر في الاماكن دي. بتكون دودوريا مش مركزه معاها اصلا وبتضحك على المسلسل. تتعصب مومو وبتقول لها انت سامعاني اصلا ولا لا، وبتغير الموضوع وبتسالها ما شافتش شاب هنا، وبتقول لها انه اكيد هيقع في ورطه كبيره لو ما كانتش هي معاه. بترد عليها دودوريا بكل برود وبتقول لها لو قصدك على الروح الشريره دي فانا قتلتها خلاص. تتفاجئ مومو وبتقلق جدا وبتسالها كان شكلها عامل ازاي وكانت لابسه نظاره ولا لا. بتقول لها دودوريا انت اصلا مش بتؤمني بالاشباح فليه شاغله نفسك بالموضوع، وبتفكرها بكلامها اللي قالته لها وانها وسيطه ارواح مزيفه. تتعصب مومو اكتر وبتقول لها انها مش فاضيه للكلام بتاعها وان فعلا هتحصل كارثه كبيره لو ما لقيتش الشاب ده ولازم تجاوب على سؤالها، لكن بتفضل دودوريا مصممه تضايقها وبتقول لها ان مفيش حاجه اسمها اشباح وانها وسيطه ارواح مزيفه. بتضطر مومو انها تاخدها على قد عقلها وبتنحني قدامها وبتتاسف لها وبتقول لها انها كانت غلطانه فعلا، وبتطلب منها انها تقول لها هي عملت ايه في الروح الشريره. ترد
بترد عليها وبتقول لها تروح المزار الرئيسي وهي تشوف بنفسها. بترجع مومو لشخصيتها الوقحه وبتقول ان لو حصل اي حاجه لصاحبها فمش هتسامحها ابدا. بتخرج بره البيت بسرعه وبتفضل تفتكر كل اللي مروا بيه سوا في اليومين دول وبتحس بالذنب جدا وبتقول انه كان مجرد شاب مهووس بالخوارق وعايز صحاب وان هي السبب في كل اللي حصل لان هي اللي اجبرته يروح مكان خطير زي ده. بتروح للمزار الرئيسي بسرعه واول ما بتدخل بتلاقي كين قاعد على الارض وبياكل كأن مفيش حاجه حصلت. بيطمن اول ما بيشوفها وبيقول لها انه كان فاكر انه قتلها. بتقفل مومو الباب تاني قبل ما يكمل كلامه. بيستغرب كين وما بيكونش فاهم حاجه وبيفضل ينادي عليها وبيقول البنت دي مجنونه ولا ايه. تتعصب مومو جدا وبتفضل تضرب في الباب وبتقول له انه لسه عايش بعد ده كله وبياكل زي البغل ومش في دماغه اي حاجه. بيستغرب كين اكتر وبيتاسف لها انه لسه عايش. بتقعد مومو على الارض وبتحس ان حمل كبير اتشال من عليها. بتلاقي جدتها قدامها وبتقول لها من امتى وانت بتصاحبي وحوش. تتفزع مومو وبتقول لها كنت اعملي حتى اي حركه وانت جايه. بتغير دودوريا الموضوع وبتقول لها ان طول ما هو جوه اللعنه مش هتتفعل لكن لو خرج بره هيتحول لوحش تاني. بترد عليها مومو وبتقول لها انها قالت لها انها قتلت الروح الشريره وانها كدبت عليها. بتقول لها دودوريا انها شكلها كانت خايفه عليه جدا وبتسالها من امتى وهي مهتمه بالشباب اللي من النوع ده. بترد عليها مومو بسرعه وبتقول لها انها مش مهتمه بيه خالص وبتحكي لها على اللي حصل وان اللعنه مش هتترفع غير لما يواجهوا ست شبح العجوز ويقضوا عليها. وبتقول لها ان هي المسؤوله عن اللي حصل له وعشان كده لازم تساعده. بترد عليها وبتقول لها ايوه فهمت يعني بتحبيه يعني. بتتعصب مومو اكتر وبتقول لها انها ما بتحبش حد وبتغير الموضوع وبتقول لها انها بقت بتعرف تستخدم القوه الروحيه. تستغرب دودوريا وبتسالها قصدها ايه. بتقول لها انها راحت مكان فيه كائنات فضائيه وخطفوها وحصل حاجات كتير جدا وانها دلوقتي بقت بتقدر تستخدم القوه الروحيه زيها. بترد عليها وبتقول لها ان الكائنات الفضائيه مش موجوده اصلا. بتضحك مومو وبتقول لها انها كانت فاكره زيها كده لحد امبارح بس وبتقول لها ان كل ده مش مهم واهم حاجه انها بقى عندها قوه روحيه وهتستخدمها انها توقف لعنه كين والا هيخرج عن السيطره. تفضل دودوريا متنحه لها ولسه مش مصدقه موضوع الكائنات الفضائيه ده. بتقول لها انهم لو قابلوا الست العجوز دي فعلا فحظهم وحش جدا وانهم وقعوا مع واحده مزعجه وانها في الماضي كان لقبها عجوز ال100 كيلو وانها كانت وحش مشهور جدا وكانت بتنشر الفساد في كل انحاء البلاد وانها سمعت قبل كده ان الست العجوز كانت عايشه في النفق وساعتها راحت النفق عشان تشوفها بنفسها لكنها ما قدرتش حتى تقرب من النفق لان القوه الروحيه اللي كانت خارجه منه كانت شديده جدا. بتقول لها ان في حاجه اسمها الارواح المرتبطه بالمواقع وانها ارواح بتستقر في مواقع معينه وبتبقى عندها ارتباط شديد بالمواقع دي والارواح دي بتبقى هي الاقوى ومفيش اي وسيط روحي يقدر يواجه روح شريره مرتبطه بموقع. وبتقول لها ان النفق ده كان فيه روح شريره وده معناه ان شبح الست العجوز اندمج مع الروح المرتبطه بالموقع يعني مهما حاولت مستحيل انها تقدر تقاتلها. وبتقول لها ان احسن لها تبعد عن الموضوع ده خالص وانها مش عايزه تخسر حفيدتها العزيزه. بتقول لها ترجع لحياتها الطبيعيه وتسيب الواد ده يواجه مصيره. بتتفاجئ مومو من كلامها وبتقول يا ترى لو كانت هي مكان كين كان هيتخلى عنها برضه وانها لما بتبقى محتاره في حاجه بتفكر بالطريقه دي. بتزعق لجدتها وبتقول لها ان لو كين كان مكانها اكيد ما كانش هيسيبها وكان هيساعدها كمان وده بالظبط اللي هي هتعمله. تستغرب جدتها من اسمه وبتقول لها ان شكلها واقعه في حبه فعلا. بتنكر مومو على طول وبتقول لها انهم مجرد اصدقاء. تتجاهل دودوريا كلامها وبتروح لكين وبتقول له من ورا الباب ان مومو اعترفت بحبها ليه. بتفضل مومو تصرخ وبتقول لها ان كانت قصدها على كين الممثل مش الواد العبيط ده. بتضحك دودوريا وبتقول لها ان بما انها مصممه فما فيش قدامها اختيار تاني وبتقول خلونا نلعب شويه مع الست العجوز دي وانهم لو استفزوها شويه هيقدروا انهم يخلوها تقبل التحدي. بتقول لها انه هيكون في مشكله واحده وهي ان منطقه الروح المرتبطه بالموقع هي مدينه شونو ولازم انهم يلاقوا طريقه يستدرجوها بيها بره المدينه من غير ما تقبض عليهم وانهم لو نجحوا في انهم يخرجوها بره منطقتها فقوتها هتضعف جدا وحتى هما الاثنين هيقدروا يهزموها بسهوله. ترد عليها مومو وبتقول لها انها مستحيل تقدر تلعب لعبه المطارده دي ضد الست العجوز. بتزعق لها وبتقول لها بدل ده كله اصنعي اي حاجه زي الحواجز بتاعتك دي وتعاملي معاها زي مثلا انك تعلقي التعويذه السحريه في النفق. بترد عليها وبتقول لها انها مش هتقدر تعمل كده وهي ومش هتقدر تساعدهم خالص اصلا. تستغرب مومو وبتسالها عن السبب. ترد عليها وبتقول لها ان تعويذ الحاجز بتاعتها بتاخد قوتها من قوى الساحره الكبرى اللي عايشه في المدينه دي بس واول ما تخرج من المدينه دي مش هتقدر تستخدم قوتها. تتفاجئ مومو وبتقول لها يعني احنا كمان عندنا المناطق الخاصه بينا. بتقول لها ان كل قوه روحيه بيبقى ليها منطقه معينه والمشكله كلها بتكون في سواء انهم بيلعبوا في ارضهم او في ارض الخصم. وبتقول لها انها كده خلصت دورها وقالت لها على الطريقه الوحيده اللي ممكن تهزم بيها الست العجوز وان يا دوبك الواحد يبدا التدريب البدني من دلوقتي عشان يبقى اسرع ويقدر يهرب منها بسهوله. بترد عليها وبتقول لها انها مهما حاولت واتدربت ما بتقدرش حتى انها تتاهل للنهائيات الرياضيه في سباق الجري. بتقاطعها دودوريا وبتقول لها انها ما كانش قصدها عليها اصلا وبتفتح باب المزار وبتقول لها انها قصدها على الواد ده. بيكون كين واقف بيتصنت عليهم وبيتفزع اول ما بيتفتح الباب. بيقول اخيرا افتكرتوني. بتقول مومو انه ما عندوش اي لياقه اصلا. بيرد عليها وبيقول ان كلامها صح فعلا. بتقول له دودوريا يبدا التدريب والجري كل يوم وهو شايل مومو على ظهره. بيسالها كين وزنها كام. بترد عليه وبتقول له شكلك عايز تموت ياض انت. بيقول لها ما هو بالعقل اكيد يعني دي هتبقى حاجه مستحيله. بترد عليه دودوريا وبتقول انه عايز يستسلم من غير ما يحاول اصلا وانه لازم يفضل يتدرب لحد ما يقدر يستخدم كل قوته بشكل دايم. وبتقول له التمارين اللي يلعبها زي تمارين البطن والظهر والصدر وكل تمرين يبقى 5 مجموعات و100 عده. بيتفاجئ كين وبيكون لسه هيعترض لكن بتقاطعه وبتقول له ينفذ اللي هي بتقول له عليه بالحرف. وبتقول لمومو ان اكيد هي كمان لازم تتدرب على قوتها الروحيه وتعززها اكتر. وبتقول لهم انها مش هتقدر تساعدهم في العمليه دي وعشان كده لازم تتاكد انهم بقوا اقوى وجاهزين كويس وان هي اللي هتدربهم بنفسها. بتسيبهم وبتقول لهم يناموا كويس لان التدريب هيبدا من بكره. وبتقول لكين انت يا ابو نضاره ممكن تبدا
تبدا من دلوقتي عادي. بتسيبهم وبتمشي، وبيقول كين ان جدتها صغيره جدا. بترد عليه وبتقول انها ست مزعجه، وبيتاسف لها كين على كل المشاكل اللي سببها ليها. بترد عليه وبتقول ان ما كانش في ايده حاجه يعملها. بيقول لها انها كانت مختلفه عنه وانها انقذته وهزمت الوحش كمان، لكن هو كان خايف لدرجه انه ما كانش بيفكر غير في نفسه. بيوعدها ان لو نفس الشيء اتكرر تاني فهيبذل كل مجهوده عشان ينقذها. بيقول لها انها يا ريت ما تكونش فقدت الامل فيه، وبيطلب منها انها تبقى صديقته. تتاثر مومو وبتقول له انها ما فقدتش الامل ولا حاجه، بس هو اللي بيفكر كتير. بيسكت كين شويه وبعدها بيهب فيها فجاه، وبيقول لها امال ليه قفلت الباب في وشي من شويه يا غبيه انت؟ بتتفاجئ مومو ما بتكونش عارفه تقول له ايه. بيفضل كين يصيح وبيقول لها انها فقدت الامل فيه بالفعل. بترد عليه وبتقول له ان لسه عيل مزعج وغبي زي ما هو. بيتاسف لها كين وبيقول لها انه حزين جدا. بتقاطعه مومو وبتقول له انه كان مذهل وهو بيقاتل الكائن الفضائي الضخم، لكنه عيل اهبل وغالبا هي اللي هتنقذه المره الجايه. بتقول له ينام هنا النهارده وانها هتحضر له سرير ينام عليه. ترجع مومو البيت وبتاخد له شويه حاجات من الثلاجه، وبتكون جدتها قاعده قدام التلفزيون وبتتفرج عليه مش مهتمه باي حاجه تانية. بتشوفها مومو وبتقول لها انها مش عارفه ازاي بتتفرج على الحاجات التافهه والممله دي. بيجي تاني يوم وبيروحوا لكين وبيلاقوه هيموت ويدخل الحمام، وبيكونوش عارفين يتصرفوا ازاي لانه لو خرج بره نطاق المزار هيتحول. بتحاول مومو انها تسيطر على قوته عشان ما يتحولش، وبتقول انها ما ينفعش تبص في اي حته والا تعويذتها هتتلغي. بتسالها دودوريا ازاي بتتحكم في اللعنه بتاعته. بترد عليها وبتقول لها انها بتتخيل ان حواليه طاقه سحريه هائله، وبتحاول انها تمسكها بايديها وتسيطر عليها لحد ما تختفي خالص. وبتقول لها ان كل حاجه بتبقى حواليها طاقه سحريه معينه زي الاشجار والصخور، وبتقدر انها تتحكم في الطاقه دي وتحركها زي ما هي عايزه لكن ضمن نطاق معين بس. بترد عليها وبتقول لها انها كانت فاكره ان قوتها الروحيه هتبقى اكبر من كده بكتير، لكنها طلعت محدوده جدا. بتقول لها مومو انها كانت اكبر بكتير فعلا. في اللحظه اللي ظهرت فيها القوه جواها بيسيبوا كين يسيح مع نفسه وبيفضلوا يتكلموا عن القوه الروحيه وايه اللي حصل اول ما ظهرت. بتقول لها دودوريا انها لازم تستخدم كل حواسها عشان تقدر تخرج كل قوتها. بتقول لها تغمض عينيها وتحاول انها تحس بقوتها حواليها وانها بتقرب منها وبتمسكها. تسمع مومو كلامها وبتعمل كل اللي هي بتقول لها عليه، لكن بتفشل وبيتحول كين بالكامل. بيزعق لهم كين وبيقول لهم انه ما بقاش مستحمل تجاربهم عليه، وبيفضل يقول انه عايز يدخل الحمام. بيسيبهم وبيخرج بره البيت وبيروح بيت تاني عشان يدخل الحمام. بتروح مومو وراه وبتمنعه بقوتها الروحيه وبتقول له انت ازاي تجرؤ انك تقتحم بيوت الناس كده؟ يرد عليها وبيقول لها انه لو استنى اكتر من كده هيموت، وبيفضل يجري في الشارع زي المجانين. بتجري مومو وراه وبتحاول انها توقفه، وبيفضلوا الاثنين يتخانقوا مع بعض. بتجري دودوريا وراهم هي كمان. بيضطروا انهم يوافقوا انه يدخل الحمام وبيفضلوا مستنيينه. بتقول لها دودوريا انها قالت ان اول ما قوتها ظهرت كانت كبيره جدا وان اكيد دي قوتها الحقيقيه فعلا، لكن لسبب مجهول القوه دي اتختمت. تستغرب مومو وبتقول لها ايه الحل دلوقتي؟ ترد عليها وبتقول لها انها لازم تحاول تحررها بالتدريج وده من خلال التدريب، لكنهم مش عارفين الموضوع ممكن ياخد وقت قد ايه. بتقول لها انهم مش مستعجلين وان كده كده كين لسه قدامه فتره لحد ما يحسن من لياقته البدنيه. بتكون مومو انشغلت عن كين وفجاه بتلاقيه اختفى والست العجوز ظهرت. بتصدم مومو وبتخاف جدا وبتفضل تنادي على جدتها لكنها بتفضل ثابته في مكانها زي التمثال. بتقول لها الست العجوز ان جدتها دلوقتي بتختار سبب موتها ويا اما تكون سكته قلبيه او دماغيه، وبتقول لها ان اي حد كين بيشوفه وبيتعامل معاه فتقدر انها تلعنه لحد ما يموت، وانهم ما كانش ينفع يستهونوا بيها وانها مش تديلهم فرصه ثانيه خلاص، ولو عايزه تنقذها يبقى تجيلها النفق الليله والا هتستخدم كين عشان تلعن كل الاشخاص المحيطين بيه لحد ما يموتوا. وفجاه بتختفي الست العجوز وبيرجعوا كين ودودوريا. بتقول لهم مومو اللي حصل، وبيجي اخر اليوم وبتجهزهم دودوريا لمواجهه الست العجوز وبتخليهم يلبسوا لبس واقي ضد الارواح الشريره، وبتقول لهم ان اي حركه غلط هيعملوها هيروحوا فيها على طول. بيقول لها كين انا عارف اننا شكلنا غبي شويه لكننا هزمنا الكائنات الفضائيه لوحدنا. ترد عليه دودوريا وبتقول له ان مفيش حاجه اسمها كائنات فضائيه، وبتكون هي كمان لابسه زيهم. وبتقول له مومو انها لازم كل ما تخرج من البيت ترجع لها بمشكله جديده. تزهق مومو من كلامها المعتاد وبتاخد كين وبيمشوا. قبل ما يخرجوا بتحضنها دودوريا وبتقول لها ما تموتيش، وبتطلب من كين انه يفضل معاها ويحميها مهما حصل. بيركبوا الاثنين القطر وبيكون كين مكسوف جدا من شكلهم وعايز الارض تتشق وتبلعه. بتقول له مومو ان ما كانش قدامهم حل تاني وانهم لو فضلوا ماشيين بالعجله كانوا هيوصلوا بعد يومين. وبتقول انها لازم تعلم الست العجوز دي درس ما تنساهوش ابدا، وان المساله بينهم بقت شخصيه لانها حاولت تاذي شخص عزيز عليها وهو جدتها. يوصلوا الاثنين للنفق وبيفضلوا واقفين بره شويه وبيتخانقوا على مين هيدخل الاول. بيقول لها كين انه راجل بيفهم في الذوق وعارف ان السيدات اولا. بترد عليه وبتقول له ان الخوف باين على عينه وانه عيل جبان. بيتعصب وبيقول لها ان العدل ان هما الاثنين يدخلوا مع بعض. بيدخلوا الاثنين وبيفضلوا برضه يتخانقوا على مين يمشي ورا الثاني. بتقول له مومو فكرت كده هنعمل ايه اول ما نشوف الست العجوز دي؟ بيرد عليها وبيقول لها انهم هيستدرجوها بره المدينه عشان يقدروا يفصلوها عن الروح المرتبطه بالموقع، وبكده قوتها هتضعف جدا وهيقدروا يهزموها. تتحمس مومو وبتقول له انهم هزموا الكائنات الفضائيه وممكن الحظ يلعب معاهم ويقدروا يهزموا الست العجوز دي كمان. وبتقول له انها في الاول وفي الاخر ست عجوزه واكيد هيبقى ليها اخر. فجاه بيلاقوا راس ضخمه جدا قدامهم وبتبقى سد النفق كله وبيتصدموا. بتقول له مومو انهم هيبداوا في تنفيذ الخطه وبيجروا الناحيه الثانيه، لكن فجاه بيلاقوا راس ثانيه سد النفق وبيتحاصروا من الناحيتين. بيفضلوا الاثنين يصرخوا وبتستخدم مومو قوتها الروحيه وبتضرب واحده منهم بالمضارب لكن مفيش حاجه بتاثر فيها وبتبتلعهم بعينيها. بيطلب منها كين انها تحرر اللعنه وبيقول لها تعتمد عليه. بتوافق مومو وبتحررها وبيتحول كين وبيبقى كئيب جدا كالعاده وبيقرب من الست العجوز. بتشجعه مومو وبتقول له انه قدها، لكن فجاه بيرجع تاني لطبيعته واللعنه بتختفي. بتضحك الست العجوز وبتقول له انها رفعت اللعنه من عليه وانها مش هتسمح لشويه عيال زيهم انهم يستغلوا قوتها ويستخدموها لصالحهم.
بتفتح بقها الضخم من الناحيتين وبتقول لهم انها هتاكلهم هما الاتنين مع بعض ومش هتخلي فيهم حته سليمه. تفتكر مومو كلام جدتها وانها قالت لها تحاول تستفزها باي طريقه. بتقول لها مومو ان شكلها خايفه من انهم يهزموها ويسبقوها في سباق الجري وانها لو قويه فعلا يبقى تقبل التحدي بتاعهم. بتتحول الست العجوز وبترجع لحجمها الطبيعي وبتقول لها انت فاكره نفسك بتتكلمي مع مين يا بت انت؟ بتقول لهم انها مستحيل تخسر في سباق الجري قدام اي حد وخطتهم بتنجح وبتقبل الست العجوز التحدي بتاعهم. وبتسالها ايه هي القواعد وخط النهايه هيكون فين. بترد عليها وبتقول لها ان مفيش خط نهايه وانهم هيلعبوا لعبه الغميضه ولو هي مسكتهم هتكسب. بتقول لها انهم هيهربوا دلوقتي وهي المفروض تعد 10 دقايق وانها لازم تلتزم بالقواعد دي ولو ما عملتش كده هيعرفوا انها ضعيفه وست اي كلام. بترد عليها وبتقول لها انها موافقه على القواعد وانها كده كده بتكره الاشخاص اللي بيخالفوا القواعد. بيجروا الاثنين على طول قبل ما تكمل كلامها حتى. وبتبدا الست العجوز في العد بس بدل ما تعد 10 دقايق بتعد من 1 ل 10 وبيحاولوا انهم يجروا باقصى سرعتهم لكن ما بيلحقوش حتى يوصلوا لاخر النفق. وبتخلص الست العجوز العد وبتستخدم قوتها السحريه وبتقبض على مومو وبتستحوذ عليها جوه شيء ضخم وغريب. بيجري كين عليها وبيفضل يزعق للست العجوز ويقول لها تخرجها. بتقول له انها هتبدا في عد ال10 دقايق بتوعه هو كمان. بيرد عليها وبيقول لها انها كده بتغش وانهم ما اتفقوش على كده اصلا. بتتجاهل الست العجوزه كلامه وبتستمر في العد وبيقول لها انها قالت انها هتلتزم بالقواعد ومش هتغشهم. بترد عليه الست العجوز وبتقول له صاحبتك هي اللي ما حددتش طريقه العد. بتفضل تعد لحد ما بتوصل ل10 وبتستعد انها تلتهمه هو كمان. بيتعصب كين وبيفتكر كلام مومو لما قالت له انه عيل عبيط وان اكيد هي اللي هتنقذه في المره الجايه. بيقول انه لازم يثبت لها نفسه وبيهجم عليها بكل قوته وبيعضها وما بيسيبهاش. بيقول لها انه مش هيسيبها غير لما تحرر مومو. بتفضل الست العجوزه تجري يمين وشمال عشان يسيبها لكن مفيش فايده وبتضطر انها تستحوذ عليه وبتنجح فعلا. بتقرب على مومو وبتقول لها انها هتاكلها وبكده تكون خلصت منهم هما الاثنين. لكن فجاه بتحس بحاجه غريبه وما بتكونش قادره تسيطر على قوتها. بتكون مومو هي السبب وبتستخدم قوتها الروحيه وبتمسك روح الست العجوز بايديها. بتعصب الست العجوز جدا وبتهجم عليها بكل قوتها وبتدمر الشيء اللي هي حبسها فيه. بتخرج مومو وبتقدر انها تنقذ كين وتحرره. بتحاصر الست العجوز وبتقول لها يا ترى هنعذبك باي طريقه. لكن فجاه بتظهر الروح المرتبطه بالموقع وبتهاجمهم. بتأمرها الست العجوز انها تقتلهم هما الاثنين. تخرج الروح المرتبطه بالموقع وراهم وبتفضل تطاردهم وبتكون عباره عن سلطعون ضخم. بتكون مومو لسه ماسكه روح الست العجوز وبترفض انها تسيبها. بيجروا باقصى سرعتهم لكن تفتكروا هيقدروا يخرجوا بره المدينه في الوقت المناسب. بتحرر مومو لعنه كين تاني وبتركب عليه وبيقدروا انهم يفلتوا من السلطعون الضخم في اخر لحظه. تعصب الست العجوز وبتقول لهم ما تستخدموش قوتي من غير اذن يا كلاب. تستفزها مومو اكتر وبتقول لها انها كده هتقدر تمسكها وتعصرها كويس. بيقاطعها كين وبيقول لها انها تقيله وانه مش هيقدر يجري بيها اكتر من كده. فجاه بينحرف عن الطريق وبيقعوا من على التل. بيستخدم كين قوه الست العجوز وبيهبط ببطء وبتقع مومو عليه. بتطمن عليه وبتشكره انه انقذها. بيقول لها انه استخدم قوته القصوى ومبقاش قادر يتحرك تاني خلاص. بترد عليه وبتقول له انه المفروض مسموح له انه يستخدم القوه القصوى مرتين بس. بتقوم وبتقول له انه كده المفروض انهم بعدوا عن المكان. لكن فجاه بيلاقوا السلطعون الضخم نازل عليهم بكل قوته. بيتفادوه في اخر لحظه وبيشوفوا وجوه كتير ومرعبه على ظهره. بياخدها كين وبيطلع يجري تاني. بتقول مومو ان لو حد شافهم بيجروا من سلطعون ضخم هيروحوا في داهيه وبتتمنى ان محدش من صحابها يشوفها. بيقول لها كين ان قوته انخفضت بشكل كبير ومش هيقدر يكمل جري بيها. بترد عليه وبتقول له انه فاضل له مره من القوه القصوى وانه لازم يستخدمها. بيقول لها ان مفيش فايده وانه حتى لو استخدم القوه القصوى مش هيلحق انه يخرج من المدينه لان لسه قدامهم مسافه كبيره وعلى المعدل ده السلطعون هيوصل لهم ومش هيسمي عليهم. بترد عليه وبتقول له انها ممكن تسمح باي حاجه تحصل الا ان سلطعون ياكلها وان الطبيعي ان هم اللي ياكلوه مش العكس. بتقول له انها عندها فكره تانية وبتقول له يمسك كويس جدا. بيدخل كين مقهى في البلد وبيقتحم السلطعون المكان وراهم. بيطلع كين بسرعه وبتقول له مومو انه اكيد مش هيقدر يطاردهم في مكان ضيق زي ده لكن بيفضل السلطعون وراهم وبيدمر كل حاجه وما بيهموش. بيصرخ كين وبيقول لها ان مفيش فايده برضه. بيحصل انفجار كبير في المكان وكل اللي موجودين بيحاولوا يهربوا وما بيكونوش مصدقين اللي شايفينه. فجاه بيقعوا هما الاثنين في نبع ساخن جدا وبيقول كين انهم في مصيبه كبيره وان الميه هي موطن السلطعون يعني هيبقى اقوى بكتير. بترد عليه وبتقول له ان دي مش ميه عادي وبتستخدم قوتها الروحيه. بتوقع السلطعون في الميه. بتقول له ان لما السلطعون بيغلي لحمه بينفش واعصابه بتتصلب وحركته بتبطأ جدا. وفعلا كلامها بيطلع صح وبيقف السلطعون بعد ما بيبقى استوى في الميه. بتقول مومو ان شكله لذيذ جدا وانها عايزه تاكله دلوقتي. بيرد عليها كين وبيقول لها احنا في ايه ولا في انت كمان. بيخرجوا من المقهى وبتقول له مومو انهم لو فضلوا يجروا في الطريق هيخرجوا من المدينه. لكن فجاه بيلاقوا قدامهم جيش من الاشخاص الغريبه وبيجروا وراهم وبيكون شكلهم مرعب. بيتفزعوا الاثنين وبيقول كين ايه الاشكال دي. بيطلعوا يجروا وبتضحك الست العجوز وبتقول لهم انتوا فاكرين انكم هتفلتوا من اللي عملتوه بسهوله. وبتقول لهم ان في مقبره قريبه من هنا وانها تواصلت مع شويه من الارواح الشريره. صحابها عايزين يساعدوها. بيفضلوا يجروا وبتتكعبل مومو وبتقع على وشها. بيلاقوا نفسهم في مواجهه السلطعون الضخم وجيش من الارواح الشريره. بتقول له مومو يستخدم القوه القصوى. بيرد عليها وبيقول لها انه حتى لو عمل كده مش هيقدروا يخرجوا بره المدينه في الوقت المناسب. تمسك فيه وبتقول له انهم لو ما عملوش كده هيموتوا هنا. بيضطر انه يسمع كلامها وبيستخدم القوه القصوى للمره الثانيه وبيتحول. بينطلق كين باقصى سرعه عنده وبيقدروا انهم يهربوا منهم وبتساعدوا مومو بقوتها الروحيه. بيطير كين في الجو عشان يقدروا يرجعوا للطريق الاصلي وهم في الجو بيرجع كين لطبيعته وبيقع بسرعه جدا. تستخدم مومو قوتها الروحيه وبتحاول انها تبطئ الهبوط. بيقعوا الاثنين على الارض وبيتعبوا جدا. بيقول كين انه حاسس ان جسمه كله هينفجر وما بيكونش قادر يتحرك. بتقوم مومو بالعافيه وبتقول ان فاضل شويه صغيرين بس وانهم لازم يكملوا. لكن بتحصل مصيبه
تانية، وبتلاقي ان الست العجوز فلتت من ايديها. فجاه بيلاقوها هجمت عليهم وبتكون رجعت لحجمها الاصلي، وبتديهم هما الاتنين بالرجل وبتوقعهم. بتقول لهم انها مش هترحمهم المره دي وهتوريهم عقاب الغشاشين بيبقى عامل ازاي، وبتستعيد قوتها من تاني، وبتقول انها بتكره الاطفال الاشرار اللي زيهم. بتقول له مومو ان التحدي بتاعهم لسه ما خلصش وانها هتعد لحد 10 عشان يهربوا. بتقاطعها مومو وبتقول لها انها عايزه ثانيه واحده بس، وبتستخدم قوتها الروحيه وبتمسك في القطر وبتاخد كينو وبينط عليه. بتتفاجئ الست العجوز وبتفضل تشتمها. بتقول مومو ان الست العجوز كان لقبها عجوز ال 100 كيلو، وان القطر ده سرعته 120 كيلو، يعني اسرع منها ومش هتقدر انها تلحقهم. بتفضل تستفزها وبتقول لها انها بطيئه جدا وضعيفه. بتتعصب الست العجوز وبتقول لها انها هتقتلها بابشع طريقه ممكنه. فجاه بتنط الست العجوز على القطر وبتقول لها انها دلوقتي مش هتقدر تهرب منها. تضحك مومو وبتقول لها انها غبيه جدا، وان جدتها كان عندها حق لما قالت انها لو استفزتها فهتقدر تخليها تعمل اي حاجه عايزاها، وان هدفها من الاول انها تطلع على القطر اصلا. تستخدم قوتها الروحيه وبتثبتها في مكانها عشان ما تهربش. بتقول لها مومو انها عارفه انها ما خسرتش ولا سباق في حياتها، لكن السباق ده مختلف وهي اللي هتنتصر فيه. بيخرجوا اخيرا من المدينه وفجاه بيحصل انفجار كبير وكل حاجه بتتدمر فيه. بيوصلوا للمحطه وبتنزل مومو من على القطر وبينزل كيم معاها وبيكون فاقد الوعي تماما. بتشوف مومو الست العجوز بتتبخر قدامها. بيفوق كيم فجاه وبيفضل يقول احنا فين وفين السلطعون والست العجوز. بتقع مومو على الارض من شده الارهاق وبتقول له انهم اخيرا هزموهم. بيرجعوا البيت وبيتغدوا سلطعون. بيفضلوا دودوريا ومومو يتخانقوا على الحته الاكبر من السلطعون، وبتقول لها مومو انها لو ما سابتهاش فهتكسر لها كل اسطوانات المسلسل التافه بتاعها. بترد عليها وبتقول لها جربي كده وانا احرق لك كل الحاجات المتعلقه بالممثل بتاعك اللي اسمه كين. بيفضل كين الغلبان قاعد بعيد وبيتفرج عليهم وبيبقى راضي بنصيبه من السلطعون، وبيكون لسه هيقول لهم ان ممكن يقسم نصيبه معاهم، لكن فجاه بيلاقيه اختفى من قدامه وبيفضلوا يتخانقوا عليه برضه. بتقول له مومو يعني قدامك سلطعون لذيذ وبترفضه. بيزعلهم هما الاثنين وبيقول لهم انتوا ازاي ليكوا نفس تاكلوا بعد كل اللي حصل ده. بيتجاهلوا الاثنين وبيفضلوا مركزين في الاكل. يقوموا بيسيبهم وبيقول ايه العيله المجنونه اللي انا وقعت فيها دي. بيستعد انه يرجع بيته وبيودعهم. بتقول له دودوريا يخلي باله من نفسه في الوقت المتاخر ده. يرد عليها وبيقول لها انه اكيد هيبقى في امان في اي حته بره البيت ده. بيمشي كين والاثنين ما بيكونوش مصدقين ان كل ده انتهى خلاص. بتنادي عليه مومو قبل ما يخرج وبتقول له انها هتستناه بكره في المدرسه، لكن تفتكروا ايه اللي هيحصل تاني في مغامرات كين ومومو؟ ولو عايزيننا نكمل باقي القصه ما تنسوش تقولوا لنا في الكومنتات، ولو وصلت لهنا ما تنساش انك تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب وانك تفعل جرس التنبيهات عشان يوصل لك كل جديد. اشوفكم في الحلقه الجايه، سلام. بنكمل النهارده قصتنا الخطيره اللي كانت عن مومو وكين اللي اتساب بلعنه الاشباح، وبنكون وقفنا لما الاتنين قضوا على شبح الست العجوز، وكل واحد فيهم بيروح على بيته وبيتفقوا انهم يتقابلوا في المدرسه، وبيكونوا فاكرين انهم كده تخلصوا من لعنه كين وكل حاجه رجعت لطبيعتها، لكن المفاجاه ان جزء من اللعنه بيكون لسه جواه، وبيواجهوا الاتنين تحديات اصعب على امل انهم يتخلصوا منها للابد. لكن تفتكروا هيقدروا يعملوا كده ولا يستسلموا للامر الواقع؟ ولو لسه ما شفتش الجزء الاول ارجع شوفه بسرعه عشان ما يفوتكش حاجه، ويلا بينا نكمل. بيجي تاني يوم وبيكون كين في طريقه للمدرسه وبيكون متوتر جدا وبيفضل يدور على مومو، وبيتدرب الاول هيقابلها ازاي وهيقول لها ايه اول ما يشوفها، وبيقول لنفسه انه لازم يهدى ويتمالك اعصابه، وان كلمه صباح الخير مش حاجه كبيره يعني عشان يبقى متوتر كده. بيمشي وبيلاقيها واقفه على باب المدرسه، واول ما بتشوفه بتفضل بصاله. بيتوتر اكتر وفجاه بينسى كل اللي كان هيقوله، وبيقول لنفسه انها اكيد مش مستنياه ومستنيه حد تاني، وان انسب حل انه يتجاهلها ويدخل على طول. بيعدي من جنبها بسرعه وبيعمل نفسه مش شايفها، لكن بتروح لمومو وبتزقه وبتقول له انه اتاخر جدا. بيتفاجئ كين جدا وما بيكونش مصدق انها كانت مستنياه فعلا، ومن ساعه ما بتشوفه ما بتبطلش راغي، وبتفضل تتكلم عن الكائنات الفضائيه وانها اكتشفت ان مفيش كائنات فضائيه غير الرجاله، وانهم ما عندهمش جنس تاني، وبتقول له تفتكر بياكلوا ايه وعايشين ازاي؟ بيتلجلج كين في الكلام وما بيكونش عارف يرد عليها. بتسيبه عند فصلها وبتقول له انهم هيتكلموا تاني بعدين، وبتودعه وبتدخل الفصل. يكون كين واقف قدام فصله وفجاه واحد من الطلاب بيخبطه خبطه قويه وبيوقعه على الارض، وبعدها بيزعق له وبيقول له انه عيل غبي واقف في نص الطريق، وبتزعق له البنت التانيه اللي وقع جنبها وبتقول له يقوم من مكانها ويبعد عنها. بيروح كين الغلبان يقعد في مكانه من سكات وبيطلع كتبه قدامه وبيفضل يفر في الكتاب، وبيقول لنفسه ان مهما الناس عملوه وحش واذوه ما بيقدرش ياخد منهم موقف وبيسامحهم بسهوله. بيفتكر مومو وبيقول له ان دلوقتي بقى عنده صديقه رائعه ومش عايز اي حاجه تاني من الدنيا، وهو سارح في افكاره. بتلبس الكره في دماغه وبيقع من على الكرسي، بيقوم وكأن مفيش اي حاجه حصلت وما بينطقش حتى. بنروح لمومو وبتكون هي كمان سرحانه في افكارها. بيضايقوها اصحابها بضوء المرايه لكن ما بتهتمش وما بتبقاش حاسه بحاجه اصلا. يقولوا البعض انها بتتصرف بطريقه غريبه جدا مؤخرا، وبتقول واحده منهم انها كمان ما بتردش على رسائلها وقالت ان تليفونها ضاع وبقت تفوت ايام كتير في المدرسه. بترد عليها التانيه وبتقول لها يمكن كانت بتقابل الواد القديم بتاعها ده، وبيألفوا قصه كامله وبيصدقوها. وبتقول الاولى ان اكيد رفضها عشان كده اكتئبت وكسرت تليفونها، وانها دلوقتي بتفكر في الماضي المؤلم وبتحاول تتخطاه. لكن فجاه بتقول مومو بصوت واطي انها عايزه تتكلم عن المخلوقات الفضائيه. بيفكر كين في نفس الشيء وبيكون عايز يقابلها ويتكلم معاها عن الاشباح، وبيكون متضايق انه كان متوتر الصبح وما عرفش يتكلم معاها رغم ان سالته اسئله كتير لكنه فضل ساكت وما عرفش يجاوبها. بتفضل مومو تقول انها عايزه تتكلم مع كين وتعرف اكتر عن المخلوقات الفضائيه، ويا ترى بياكلوا ايه ولبسهم منين. بيقول كين لنفسه انه عيل غبي جدا وهيفضل طول عمره يضيع فرص ما تتعوضش من ايده، وبيقول لنفسه انه لازم يصلح علاقتهم في اسرع وقت والا هتكرهه، وبيحاول انه يفضل مركز لحد ما الحصه تخلص. لكن بتفضل مومو متضايقه وسرحانه
تعبانه. بتخلص الحصه وبيخرجوا كل الطلاب والطرقات بتكون زحمه جدا والاتنين بيعدوا من جنب بعض من غير ما ياخدوا بالهم. بتروح مومو فصله وبتسال عليه الطلاب لكن محدش بيعرفه اصلا وبتفضل تزعق لهم وبتقول لهم انها عايزه توصل للواد ابو نضاره وبيحب الخوارج باي طريقه. وفي نفس الوقت بيسال عليها كين في فصلها لكن مش بيلاقيها برضه والاتنين بيمشوا في عكس الطرق وما بيشوفوش بعض. بيفضلوا يدوروا في كل مكان في المدرسه والاتنين بيروحوا لنفس الاماكن لكن في اوقات مختلفه وعشان كده مش بيتقابلوا. بيتضايق كين جدا وبيقول انها اكيد بتتجنبه قصد بعد طريقته معاها الصبح وانها اكيد قالت انه شخص ممل ومزعج. على الناحيه التانيه بتفضل مومو تفكر يا ترى راح فين وبتكون متضايقه ان الاستراحه قربت تنتهي وهتطلع على الفصل تاني والاتنين بيكونوا قاعدين قدام بعض اصلا. بيقول كين انها عندها اصحاب كتير واكيد هو بالنسبه لها مجرد صديق احتياطي. بتقول مومو انه ممكن يكون بيتجنبها وشايف انها مزعجه وبتتكلم كتير. بيعدي الوقت وبيفضلوا الاتنين قاعدين في نفس المكان وبيقوموا في نفس الوقت والاتنين بيكونوا متضايقين جدا وبيلوموا نفسهم وبيفضلوا باصين في الارض لحد ما فجاه بيخبطوا في بعض وبيتفزعوا الاتنين. وبيسالها كين بتعمل ايه هنا. بترد عليه وبتقول له ان هي المفروض تساله السؤال ده. بيقول لها انه كان بيدور عليها طول اليوم. بتستغرب وبتقول له ان هي كمان دورت عليه في كل حته وما لقيتوش. بيتفاجئ كين جدا وبيقول لها يعني انت كنت بتدوري عليا فعلا. بترد عليه وبتقول له ايوه يا غبي والاستراحه خلاص قربت تنتهي. بيقول لها انه كان فاكر انها بتتجنبه تماما. بترد عليه وبتقول له ان هي كمان كانت فاكره نفس الشيء. بيفضلوا الاتنين ساكتين شويه وبيحس ان الموضوع غريب جدا وبيقول كين انه لازم يتكلم في حاجه تانية. وفجاه اصحابها بيشوفوهم وبيصرخوا في وشهم وبيقولوا لها انها كانت المفروض تقول لهم حاجه زي دي وان هي وكين متصاحبين وعشان كده كانت بتتصرف بطريقه غريبه معاهم. بيتصدموا الاتنين وبتقول لهم مومو اكيد لا ازاي صاحب عيل مزعج زيه. بيتعصب كين وبيقول لها ان هو اللي مستحيل يصاحب عيله غبيه ورغايه زيها. بتزق مومو وبتقول له انا بس اللي اقول كده ياض يقرع انت. بيرد عليها وبيقول لها مين ده اللي اقرع انت اتعميتي ولا ايه. وبيقلبوا الاتنين على بعض في لمح البصر وبتقول له انه اقرع وباربع عيون كمان. بيرد عليها وبيقول لها انها كده مش بتتريق عليه هو بس وبتتريق على كل اللي لابسين نظارات في العالم. بتقول له انها مش عايزه تتكلم معاه تاني ابدا. بيرد عليها وبيقول لها ده اللي انا عايزه من بدري فعلا وياك تتكلمي معايا تاني او المحك حتى من بعيد. وبيمشوا الاتنين من طرق مختلفه وبيفضلوا اصحابها واقفين مصدومين من اللي حصل وبيقولوا في نفس واحد ان هما الاتنين لايقين على بعض جدا. بيتضايق كين من اللي عمله وبيقول انه ما قدرش يمسك نفسه وكان لازم يرد عليها لكن بيقول انه لازم يعتذر لها. وفجاه بيحس بحاجه غريبه جدا. بنروح لمومو وبتكون منهاره في فصلها وبيكون اصحابها صيطوها وبيفضلوا يسالوها مين الواد اللي كانت بتقابله ده ومن انهي فصل بالظبط. بتصرخ مومو في وشهم وفجاه بتقول لهم ان مفيش حاجه من اللي بيقولوا عليها دي اصلا. بتقول لهم صاحبتها انه شكله عيل محترم وباربع عيون. تتعصب مومو اكتر وبتقول لها ما تتكلميش تاني عن الموضوع ده ابدا. فجاه بيدخل كين الفصل وبيقول لها ان في كارثه حصلت وانه لازم يتكلم معاها ضروري لكن بترفض مومو على طول وبتقول انها حذرته من انه يتكلم معاها وبتطرده من الفصل. بيرد عليها وبيقول لها ان مش وقته اللي هي بتعمله ده وان الامر مهم فعلا ولازم يتكلموا على انفراد لكن بتفضل مومو رافضه وبتقول انه مستحيل تتكلم معاه. بتقول صاحبتها انهم لسه في الاول وبيتخانقوا وان حبيبها ده صعبان عليها من اللي هيشوفه منها. بتزعق مومو تاني وبتقول لها ان الغبي ده مش حبيبها وانهم بينشروا اشاعات غريبه ومستحيل تحصل اصلا. بيتضايق كين جدا وبيقول لها انها كانت راضيه عنه الصبح وفضلت تتكلم كتير معاه فليه مش راضيه تتكلم معاه دلوقتي. بترد عليه وبتقول ان هو كمان قال لها انه مش عايز يشوفها او يكلمها. بيقول لها ان هي اللي استفزته واللي عمله ده كان مجرد رد عليها وانه دلوقتي عايز يتكلم معاها اكتر من اي وقت تاني. وكل اصحابها بيضحكوا وبيقولوا يا سلام على الحب. بتسكتهم مومو وبتقول انها مش عايزه تتكلم معاه ومش هتغير رايها مهما حاول. بتقول لها صاحبتها انها لئيمه وفظيعه جدا. بيحزن كين وبيقول لها يعني صداقتي حاجه محرجه قوي للدرجه دي وبيسيبهم وبيمشي. وبتقول لها صاحبتها انها كانت قاسيه عليه جدا ما كانش لازم ترفضه بالطريقه دي وانه لو كان مجرد صديق ليها فعلا كانت عدت الموضوع وهزرت زي ما بتعمل دايما لكنها اول مره تتصرف بالطريقه دي. بتتضايق مومو من نفسها وبتفضل ساكته. بينتهي اليوم الدراسي وبيكون كين ماشي في الطرقه وبيقول يا ترى مومو روحت ولا لا وفجاه بتخبط فيه بنت غريبه. بيتفاجئ كين وبيتاسف لها على طول لكن الغريب ان البنت بتعامله بطريقه لطيفه جدا وبتطمن عليه وبتتاكد انه كويس. بيتوتر كين جدا وكالعاده ما بيكونش عارف يرد خالص. بيحاول انه يبين لها انه واد جامد وبيقول لها انه ما تاثرش بالضربه لانه بيتمرن وبتلمسه البنت وبتتاسف له. بيتوتر كين اكتر وبيقول لها ما تقلقش عليه وبيسيبها وبيمشي لكن بتوقفه البنت الغريبه وبتقول له انه شخص لطيف جدا. بيقف كين متسمر في مكانه وبيحس انه هينفجر. بتكون مومو ماشيه في الطرقه وبتبقى لسه حزينه وبتحس انها شخص سيء جدا وقاسي زي ما اصحابها قالوا وبتقتنع ان هي اللي غلطانه فعلا. وفجاه بتشوف كين واقف مع البنت وبتتصدم وما بتكونش مصدقه اللي شايفاه وبتقول ان المفروض ما عندوش اي اصحاب غيرها والمشكله ان البنت حلوه يعني ممكن يكون بيحبها. بتسيبوا البنت وبتعدي جنبها هي وصاحبتها وبتسمعها مومو بتقول لها انه عيل غبي جدا وبيتخدع بسهوله وانها ممكن توقعه في غرامها في ثواني ومش بعيد كمان يكون حبها بالفعل. بتضحك صاحبتها وبتقول لها انها شريره جدا. بترد عليها وبتقول لها ان الاغبياء اللي زيه يستاهلوا انها تتسلى عليهم وانها متاكده ان الواد ده ما شافش بنات في حياته اصلا ودي اول مره بنت ظريفه زيها تتكلم معاه وانه اكيد دلوقتي فاكر نفسه بيحلم. بتتضايق مومو جدا من كلامها وبتستخدم قوتها الروحيه وبتوقع طبق الغسيل على دماغها قدام كل الطلبه وبتقع البنت على الارض. بيسمع كين الصوت وبيقف على طول وهو بيستغرب جدا وبيقول تاثير الخبطه وصل لها متاخر ولا ايه. بتروح لمومو وفجاه بترجع لشخصيتها اللطيفه تاني وبتقول له انه هيروح معاها البيت وهيتغدوا سوا. بيشوفوهم البنت واصحابها وبيستغربوا جدا. بتبص لها مومو قبل ما تمشي بنظره حاده جدا وكانها بتحذرها من انها تقرب له تاني. بيمشوا الاثنين وهم في الطريق. بتتاسف له مومو على اللي عملته وعلى سلوكها السيء معاه وانها كانت متوتره جدا اول ما اصحابها شافوها وبتقول له ان صداقتهم مش مغيله ولا حاجه زي ما هو فاكر
وانها بتحب صداقتهم جدا. بيتكسف كين وبيقول لها انه مش متضايق منها خلاص وانه سعيد جدا انهم اتصالحوا. وفجاه بيقول لها سيبك بقى من كل الكلام التافه ده، وانا دلوقتي بواجه مشكله كبيره جدا. بتتضايق مومو بتقول له قصدك يعني ان كلامي تافه وانا غلطانه اني كنت حاسه بالذنب اتجاهك. بيرد عليها وبيقول لها يا وليه يهدي واسمعيني كويس. وبيقول لها احنا هزمنا الست العجوز مش كده؟ ترد عليه وبتقول له طبعا هزمناها وكمان زرنا قبرها وان لعنته اتشالت وكل حاجه رجعت لطبيعتها. بيقول لها ان للاسف كل حاجه ما رجعتش لطبيعتها وانه حس تاني بقوتها الشريره جواه وكمان شافها بام عينيه. بتاخده مومو لجدتها وبتفضل طول الوقت تضحك عليه وما بتقدرش توقف نفسها. بيتضايق كينو وبيقول لها ان ده مش موقف تضحك عليه خالص، وبيقول لجدتها انه حس بيها النهارده في المدرسه وكان هيعملها على نفسه من كتر الخوف. بتفضل مومو تتمرمغ في الارض من الضحك. بتقول له جدتها انها هتبص بصه سريعه على روحه عشان تتاكد فعلا من كلامه، وبتطلب من مومو انها تجيب لها اي دميه تلاقيها قدامها وطبق ميه، وبتقول ان في حاجه مستخبيه جواه فعلا. بتجهز دوريا كل حاجه وبتحط الورقه السحريه على الدميه وبتحاول انها تركز، وفجاه بتضربه على دماغه بكل قوتها. بتضحك مومو عليه كالعاده وبتداري وشها عشان ما تضربهاش هي كمان. بيتفاجئ كينو وبيقول لها طب ليه كده يا حاجه؟ بترد عليه وبتقول له مش عايز اسمع منك ولا كلمه ولا حتى تتحرك من مكانك، وبتستعد انها تضربه تاني. وبيقول لها انت بتستغل ان انا مش فاهم حاجه يعني وبتضربينه وخلاص. تتجاهل كلامه وبتضربه على دماغه تاني، وبتسال مومو هل شافت حاجه غريبه ولا لا. بترد عليها وبتقول لها ايوه وانها لما ضربته لاحظت قوه غريبه جواه فعلا. بتقول لها دوريا انها هتساعدها واول ما تظهر القوه دي تاني تسحبها على طول. تسمع مومو كلامها وبتجهز قوتها الروحيه وبتضربه دوريا تاني بكل قوتها، وفي نفس الوقت بتسحبه مومو ناحيتها وبيقع كين على وشه. بتتوتر جدا وبتقول لها انها سحبتها لكنها اختفت تاني وفلتت منها. بتقول لها دوريا تهدى وتسكت خالص، وفجاه ورقه التعويذه السحريه بتتلون باللون الاحمر والدميه بتتحرك وبتجري منهم بسرعه. بتحاول دوريا تقفشها وبتضربها لكن بتفلت منها وبتقول لهم يمسكوها بسرعه. بيفضلوا الثلاثه يجروا وراها لكن بتكون سريعه جدا وبتختفي. تستخدم مومو قوتها الروحيه وبتحدد مكانها وبتقفشها. بتروح له وبتفضل الدميه تصرخ وبتقول لها سيبيني احسن لك يا بنت انت، وانها تقتلهم هم الثلاثه. بيروح لها كينو وبيقول لها انها مذهله جدا وان قوتها الروحيه اتطورت. بترد عليه وبتقول له ان اهم حاجه البلوه اللي قدامهم دي، ويا ترى مين هي؟ بيقول لها انه ما عندوش اي فكره. بتروح لهم دوريا وبتقول لهم ان دي روح الست العجوز. بيتصدموا الاثنين وبتقول مومو انهم هزموها وماتت قدام عينيها. بترد عليها الست العجوز وبتقول لها انها اكيد مش هتتهزم على ايد شويه عيال زيهم وانهم ما ينفعش يستخفوا بالعواجيز اللي زيها. بتتريق مومو عليها وبتقول لها ان شكلها مضحك وهي في الدميه دي. تتعصب وبتقول لها قلت لك ما تستهونيش بيا يا غبيه انت. وبتقول ان في اللحظه اللي كانت بتتحرق فيها بتعويذه الحاجز نقلت روحها في جسم كين تاني وقدرت انها تخفي وجودها تماما جواه، وطول الوقت ده كانت مستخبيه جواه ومستنيه قوتها الروحيه تتعافى عشان ترجع لهم وتقتلهم. تقف مومو قدامها وبتقول لها انت لسه فيكي حل الموضوع ده ولازم تتقبلي الحقيقه وانك خسرتي خلاص. بتتعصب وبتقول لها انها مستحيل تخسر قدام شويه عيال اغبياء زيهم، وبتقول لها انها مستحلفه لها هي بالذات ومستحيل تفلت منها المره دي. وبتفضل تتمرمغ في الارض وبتقول لها انها هتكسر عظمها. بترد عليها وبتقول لها ان بوضعها ده مش هتقدر تعمل حاجه وانهم لسه متفوقين عليها. بيمسك كين ورقه التعويذه السحريه عشان يحمي نفسه منها وبيقول لها تخرج من جسمه وتسيبه في حاله. بترد عليه بكل برود وبتقول له انهم ما ينفعش يفكروا في هزيمتها تاني لانها لو ماتت مستحيل يرجع لطبيعته. بيتفاجئوا الاثنين ومحدش بيبقى فاهم حاجه، وبتقول لهم انهم لازم يفهموا ان هي اللي متفوقه عليهم مش العكس. وبتأمر كين انه يجيب اي سكينه ويقتلهم هما الاثنين، وبتقول له انه لو عمل كده هتسيبه في حاله وهتخرج من جسمه وان مفيش قدامه اي خيار تاني غير انه ينفذ اوامرها وفقط. بيتعصب كين جدا وفجاه بيفقد السيطره على نفسه وبيتحول للشخصيه الغريبه والكئيبه. بيتصدم كين انه لسه بيتحول وهي جوه الدميه مش جواه. بتقول دوريا ان حتى بعد ما خرجت فقوتها الروحيه لسه جواه ووعيها بس هو اللي جوه الدميه، وبتقول لها ان هي الوحيده اللي تقدر تتحكم فيها وفي وعيها وانها هتعلمها درس مش هتنساه عشان تبقى تشتمها وتهددها كويس. بتقلق الست العجوز جدا وبتتاسف لها لكن بتفضل دوريا تضربها بالريشه اللي بتطرد الارواح، وبيرجع كين لطبيعته تاني. وبتساله مومو ازاي اتحول. بيرد عليها وبيقول لها ان هو نفسه مش عارف ازاي ده حصل وانه تقريبا اتحول بسبب انه اتعصب جدا. بتسيبهم دوريا وبتفضل تجري ورا الدميه في البيت كله وبتضرب فيها. بتروح لها مومو وبتقول لها خلينا نمشيها بالحب مع بعض عشان كل واحد فينا ياخد اللي هو عايزه واحنا هنرجع لك قوتك لما تسيبي كين وترجعيه لطبيعته. بتتضايق الست العجوز جدا وبتضطر انها توافق لكن بتقول لهم ان في مشكله واحده وهي انها مش عارفه ازاي ترجعه لطبيعته اصلا. بيتصدموا الاثنين ومحدش بيكون مصدقها. بيخرجوا بيها وبتقول لهم انهم لازم يلاقوا الكره الذهبيه اللي هتساعدهم انها ترجعه لطبيعته وان الكره دي وقعت منها ومش عارفه وقعت فين وانها مميزه جدا وملفوفه بطاقتها الروحيه وعشان كده اول ما يشوفوها يعرفوها على طول. بيفضلوا الاثنين يدوروا حواليهم لكن مش بيلاقوا اي حاجه. وبتتعصب مومو وبتقول انهم لو فضلوا كده فمستحيل يلاقوها لانها صغيره جدا. بترد عليها وبتقول لها ان لو حظهم ما كانش حلو وما لقوهاش مرميه في اي حته يبقى حد تاني خدها بالفعل وانها مفعمه بالقوه الروحيه الهائله والقوه دي بتجذب الاشباح والوحوش وانها تعتبر قوه مهمه جدا بالنسبه لهم لانها ممكن تحميهم من اي حاجه. بتقول مومو ان لو حد لقاها فعلا فدي حاجه سيئه جدا لانهم مستحيل يلاقوها تاني خلاص. بتقول الست العجوز بكل برود دي مشكلتكم انتوا بقى مش مشكلتي وسيبوني في حالي. وفجاه بيهجموا الاثنين عليها وبيفضلوا يضربوا فيها لحد ما بيطبقوها وبيقولوا لها ان هي السبب في ده كله والمفروض هي اللي تلاقيها لهم. وبعد ما بيسيبوها بتقول انها مستحيل تنسى المعامله القذره دي وهتدفعهم الثمن. وبتقول مومو انهم لازم يرجعوا البيت ويفكروا في حل تاني بدل ما يفضلوا يصيحوا وخلاص. بيرجعوا وبيحكوا لدوريا اللي حصل وبيقولوا لها ان مفيش
ومفيش اي اثر للكره السحريه دي خالص. وبتقول لهم انها هتسال صحابهم لو عندهم اي معلومه عن الكره الذهبيه دي. وقبل ما تمشي بتقول لكين ما تنساش ان قوه الست العجوز لسه جواه، ورغم انها تحت السيطره في الوقت الحالي الا انها ممكن تظهر في اي وقت، وانها قوه خطيره جدا ولازم يخلي باله كويس. بتسيبهم الست العجوز وبيجي تاني يوم في المدرسه، وبيكون كين داخل فصله، لكن بيوقفوه مجموعه من الطلاب، وبيقول له واحد منهم انهم سمعوا ان هو ومومو متصاحبين وهيخرجوا في موعد غرامي. بيتفاجئ كين وبيتوتر جدا، وبيقول له انه مفيش بينهم الحاجات دي وانهم مجرد اصدقاء عاديين. بيرد عليه الواد وبيقول له حس كده بقى عرفني عليها، وانها بنت ظريفه جدا ودايما كان نفسه يتعرف عليها. بيستغرب كين جدا وبيقول لنفسه يا ترى مومو ظريفه فعلا، وانه من ساعه ما عرفها وهو ما بيفكرش فيها غير كصديقه وما جاش في باله الحاجات دي قبل كده. وفجاه بيفضل يضرب نفسه وبيقول انها مجرد صديقه ليه، وانه ما ينفعش اصلا يفكر في اذا كانت بنت ظريفه ولا لا، وان دي حاجه غبيه جدا. بيقطعوا الواد وبيقول له ان في شائعات كتير عليها وبتقول انها بنت سهله وبتصاحب اي حد. بيتضايق كين جدا وبيساله مين اللي طلع الاشاعات دي. بيرد عليه وبيقول له مش مهم مين اللي طلعها، والمهم انها حقيقه وخلاص، وخليك واد جدع بقى وعرفني عليها. بيتعصب كين اكتر وبيمسك فيه وبيساله تاني مين اللي طلع عليها الاشاعه دي. بيستغرب الواد وبيقول له انت ازاي تجرؤ انك تعمل كده. وفجاه بيتحول كين وبتسيطر عليه قوه الست العجوز بسبب الغضب. بيقع الواد على الارض وبيقول له ان مومو مش من النوع ده، وانه لو سمعه بيقول كده تاني هيخلص عليه. بيتصدم الواد وبيخاف جدا، بيتحايل عليه انه يسيبه وبيقول له انه مش هو اللي اطلق الاشاعه دي. فجاه بيرجع كين لطبيعته وبيتصدم من اللي هو عمله وبيسيبهم على طول وبيروح يقعد في مكانه. بيطلع كتب وبيحاول انه يشغل نفسه بالقرايه عشان يهدى، لكن فجاه بيلاقي الدميه اللي فيها روح الست العجوز في شنطته وبتقول له شكلك متضايق شويه. بيتفزع اول ما بيشوفها وبيخبيها في الشنطه وبياخدها وبيجري على بره على طول وما بيكونش قادر يقف حتى وبيقعد في الارض. بتقول له الست العجوز ان عدى اكتر من 100 سنه من ساعه ما دخلت المدرسه، وان المدارس دلوقتي اتغيرت عن زمان وبقت انضف بكتير. بيتعصب كين وبيسالها بتعمل ايه هنا، وبيقول لها انها المفروض تكون محبوسه في بيت مومو. بترد عليه وبتقول له الست اللي اسمها دودوريا دي قالت ان القطط لازم تتحرك بحريه وانها اكيد مش هتاذي حد يعني. وبتقول له ان شكله مضغوط جدا وان قوتها كبيره على واحد زيه، وانها لو استحوذت عليه تاني هتسهل عليه الامر. وبتقول له ما يقلقش وانها تسيبه في حاله اول ما تستعيد قوتها، لكن طبعا بيكون عارف انها بتخدعه وبيزعق في وشها وبيقول لها ما تحاوليش تستدرجيني، وانه مستحيل يسمع كلامها ومش هيرجع لها قوتها غير لما يتاكد انه تخلص منها للابد وانه رجع لطبيعته خلاص. فجاه بيسمع صوت حد داخل عليه وبيدخلها على طول في الشنطه وبيقفل عليها، لكن بتطلع مومو وبتساله بيعمل ايه هنا. بيطمن وبيكون لسه هيقول لها ان الست العجوز اتسللت لشنطته، لكن بتقدر انها تتخلص من قبضته وبتقع على الارض بالشنطه. بيركز كين شويه في ملامحها وبيفتكر كلام الواد عليها وانها بنت ظريفه، وبيقول لنفسه انها ظريفه فعلا وبيحاول انه يمنع افكاره وبيلف وبيمشي على طول. بتتعصب مومو انه بيتجاهلها وبتفضل تنادي عليه لكن ما بيردش عليها وبيفضل ماشي. تتعصب مومو اكتر وبتقول له انت بتهرب مني ليه، وبتجري وراه. بيتفزع كين وبيقول لها انه ما عملش حاجه عشان يهرب وبيفضل يجري عشان ما تمسكوش. بتنتهز الست العجوز الفرصه وبتخرج من الشنطه وبتقول انها تتسلى شويه في المدرسه وتستعيد ذكريات زمان. ترجع مومو فصلها وبتكون متضايقه جدا كالعاده وبتسالها صاحبتها متضايقه ليه، وبتقول لها انها اكيد اتخانقت مع حبيبها. بترد عليها وبتقول لها انه بيتجاهلها تماما وانه اصلا مش حبيبها ولا نيله. بتقول لها البنت انه شخص طيب جدا. بتستغرب مومو وبتسالها ليه بتقول كده. بترد عليها وبتقول لها انه سمعت انه دافع عنها واتخانق مع ولد اتكلم عنها وحش. تستغرب مومو اكتر وبتقول لها انها مش فاهمه اي حاجه. بتقول لها ان في حد قال عليها اشاعات مش كويسه وساعتها كين اتضايق جدا ودافع عنها. بتقول مومو بصوت واطي معقوله يكون بيتجاهلني عشان كده. بنروح للبنت الغريبه اللي خبطت كين وبنعرف انها بتحب تتريق على الطلاب وتخدعهم بانها بنت لطيفه وطيبه، وبتقصد انها تضحك على الطلاب الغلبانين زي كين وتتكلم معاهم عشان تزود ثقتهم بنفسهم. لكن بعد اللي عملته مومو معاها وهي متضايقه جدا عشان كده اطلقت عليها الاشاعات السيئه عشان تشوه سمعتها. وبتقول لنفسها ان للاسف الاشاعات دي ما اثرتش عليها وما انتشرتش زي ما كانت متخيله وده بيضايقها جدا. وبتقول ان الناس مش فاهمين ان دي بنت شيطانه. بتفتكر لما شافتها في الطرقه مع كين وشافت وراها جناح سحري ضخم وبتكون متاكده انها مش من البشر وانها فعلا شيطانه شريره. وبتقول ان هي الوحيده اللي شافت الجناح ده وده معناه ان هي البطله المختاره، والدليل انها لقت في طريقها الكره الذهبيه وان هي اللي هتنقذ العالم من الشيطانه الشريره، والكره الذهبيه دي هي اللي هتنقذ حياه كين من الست العجوزه. فتفتكروا ايه اللي هيحصل ولا هيقدروا يرجعوها منها. بنرجع بالوقت وبتكون البنت دي ماشيه في الشارع وفجاه بتقع على دماغها الكره الذهبيه. بتستغرب واول ما بتمسكها بتحس بقوه هائله وبتخاف جدا وبترميها على طول وما بتكونش فاهمه اي حاجه. وبتاخد الكره تاني وبتلاقي السما اتغيرت وبتقرر انها تاخد الكره وتحتفظ بيها. بنرجع للواقع وبيروحوا لها اتنين صحابها وبيقولوا لها انهم جابوا الحاجات اللي هي عايزاها، وبتقول لها واحده منهم انهم سالفينهم يعني لازم تخلي بالها منهم كويس، ومن ضمن الحاجات دي بيكون كتاب فيه تعويذ لطرد الشياطين. والحماس بياخدها وبتقول ان هي اجمل بنت في العالم وهتنقذ البشريه من الشياطين الاشرار. بيستغربوا اصحابها وبيقولوا لها انها بتتصرف بطريقه مش مفهومه مؤخرا واللي بيعملوه دلوقتي ده غريب برضه وانهم مش فاهمين حاجه. وفجاه بتروح ايرا عند الشباك وبتقول لهم ان في ست غريبه لابسه احمر بعيد. بيبصوا معاها لكن ما بيشوفوش اي حاجه وبيحسوا ان صاحبتهم اتجننت خلاص. وبتقول لهم ان اكيد البنت اللي اسمها مومو دي مسلطه الارواح الشريره اللي بيخدموها علينا ومخلياهم يراقبونا. بتقعد على الارض وبتقول لهم ينزلوا هم كمان بسرعه عشان الروح الشريره دي ما تشوفهمش. يروحوا اتنين من الولاد واول ما بتشوفهم بتقوم على طول وبيفضلوا يهزروا معاها. بتكلم ايرا اصحابها بالاشاره وبتقول لهم انهم هيتقابلوا بعد المدرسه وما ينفعش يقولوا لاي حد على خطتهم. بتكون الست العجوز بتراقبهم من بعيد وبتمشي بعد ما بيخلصوا كلام عن
عن الخطه. بترجع لمومو وكينو وبتاكل معاهم. بيفضل كين باصص الناحيه التانيه وبتتضايق مومو وبتفضل تقول له يبص لها ويفهمها ايه اللي بيحصل بالظبط. بيتوتر كين وبيفكر في اي حاجه يقولها وبيقول لها انه باصص على الست العجوز عشان ما تهربش منهم تاني. بترد عليه الست العجوز وبتقول له انه مش هيقدر يوقفها اصلا حتى لو حاول. بتتعصب مومو وبتقول لها انت ايه اللي جابك هنا اصلا يا وليه انت. بترد عليها وبتقول لها انها مش مضطره تسمع ليها. بتقول لها مومو ان هي اللي هزمتها ولازم تسمع كلامها في كل حرف. بتتعصب الست العجوز وبتبقى عايزه تضربها لكن بيمسكها كين وبيوقفها وبرضه بيفضل باصص الناحيه التانيه. بيقول له مومو ان الست العجوز شافت حاجه مهمه ولازم يسمعوها الاول. بتقول الست العجوز انها كانت بتتمشى في المدرسه عادي جدا وكانت بتدور على الكره الذهبيه عشان تخلص منهم هما الاثنين. بتقاطعها مومو وبتقول لها وايه اللي هيجيب الكره الذهبيه في المدرسه يا غبيه انت. بترد عليها وبتقول لها لو ما سكتيش هقتلك. بيقول كين انهم فعلا كانوا المفروض يدوروا في المدرسه وان ممكن يكون انسان هو اللي لقاها مش وحش او شبح زي ما هم فاكرين. بتقول الست العجوز ان لو انسان هو اللي خدها فعلا فممكن قوته الروحيه تتفعل وهيبدا انه يشوف الاشباح والحاجات الغريبه اللي حواليهم. ولو البشر شافوا الاشباح فده معناه ان الاشباح كمان هيشوفوهم وهيكونوا في خطر كبير بعيد يتعرضوا لهجوم الاشباح. تتفاجئ مومو وبتقول لها انها كانت المفروض تقول لهم الكلام ده من بدري. بتقول لهم الست العجوز انها تاخدهم للبنت الغريبه دي بعد المدرسه. بتكون ايرا في فصلها وبتفضل تلعب بالكره الذهبيه وبتفكر في اللي ممكن يحصل ولا هتقدر تتغلب على مومو والارواح الشريره اللي معاها ولا لا. بتروح عند الشباك وبتلاقي الست اللي لابسه احمر اللي هي مش موجوده اصلا بتقرب على المبنى. وبيخلص اليوم الدراسي وبيتقابلوا مومو وكين تاني وبيستعدوا انهم يدوروا على الكره الذهبيه لكن بتروح لهم ايرا وبتقول لمومو انها عايزاها في كلمتين على انفراد. بتستغرب مومو وبتقول لنفسها ان هي دي البنت اللي وقع عليها طبق الغسيل وبتقلق انها تكون خدت بالها من حاجه. بتوافق انها تروح معاها بدل ما تشك فيها. بتقول لكين يبدا هو بالبحث لوحده وهي هتحصله. قبل ما يرد عليها بتكون مشيت وراحت مع ايرا. بيستغرب كين وبيقول انه هيخاف يدور عليها لوحده وفجاه بيسمع صوت الست العجوز من الشنطه وبتقول له ان هي دي البنت اللي قالت لهم عليها. بنروح لمومو وايرا وبتاخدها المكان مهجور. بتبدا مومو تقلق وبتقول لها انت عايزه ايه بالظبط يا بنت انت. وقبل ما تكمل الجمله بيهجموا عليها اصحابها الاثنين وبيكتفوها في الارض. بتستخدم ايرا التعويذه اللي في الكتاب وبتهجم عليها وبتفضل تقول انصرف يا شيطان وارجع العالم بتاعك لكن ما بيحصلش اي حاجه. وبتفضل مومو تزعق لها. بتقول ايرا لاصحابها انهم يثبتوها من رجلها لكن بتتعصب مومو جدا وبتبعدهم عنها بقوتها الروحيه وبتحدفهم بعيد بكل قوتها. تتفاجئ ايرا وبتقول انها عايزه حاجه اقوى من التعويذه وبتطلع الكره الذهبيه وبتحطها على وشها. تستغرب مومو وبتقول لها هو انت اللي معاك الكره يا غبيه. بترد عليها وبتقول لها انها مستحيل تديها لها وانها كره مقدسه حصلت عليها عشان تنقذ العالم من الشياطين اللي زيها. بتقطعها وبتقول لها ان الكره دي بتاعتهم هم ولازم ترجعها لهم لكن بترفض وبتفضل حاطها لها في وشها على امل انها تخرج قوه الشياطين اللي جواها. بيروح لهم كينو اول ما بتشوفه مومو بتقول له ان الكره اللي بيدوروا عليها مع البنت المجنونه دي وانها اكيد البنت اللي الست العجوزه كان قصدها عليها. بيقطعها كين وبيقول لها ان مش البنت الغريبه اللي الست العجوز كان قصدها عليها وانها مستهدفه من البنت دي اصلا. وقبل ما يوصل لهم هو بتوصل لهم الست الشريره وبتخطف ايرا وبتقول لهم انها اخيرا بقت ملكها وانها كانت مستنيه الوقت ده كله عشان تقدر تشوفها وبتقول لها انها امها. تتصدم ايرا وما بتكونش فاهمه اي حاجه وبتكون لسه معتقده ان دي الروح الشريره اللي بتخدم مومو. بيتحول كين على طول وبيحاول انه ياخد ايرا منها. بتتفاجئ ايرا وبتقول له حتى انت طلعت شيطان. ما بيردش كين عليها وبيهجم على الست الشريره بكل قوته لكن بتكون اقوى منه وبتلتهمه. بتحاول مومو انها تلحقه بقوتها الروحيه وبتفضل تشده من بقها لكن ما بتقدرش انها تتحكم في قوتها بشكل كامل بسبب انها متكتفه. تضربها الست الشريره ضربه قويه جدا وبتحدفها بعيد وبتبلع كين كله وبترجع تركز مع ايرا وبتقول لها ان مفيش حد هيقدر ياخدها منها تاني وانها فضلت مستنيه 10 سنين عشان تقدر تشوفها. بتستغرب ايرا وبتقول لها مش انت الست الغبيه اللي بتخدم مومو. بتتعصب الست الشريره وبتقول لها انها امها وما ينفعش تقول عليها غبيه. بتفكرها باليوم اللي قابلتها فيه وبتقول لها انها ناديتها بامها وان دي كانت اول مره حد يناديها بالاسم ده. بتقوم مومو تاني وبتقول لها رجعي لي كين الاول وبعدين ابقي اتصرفي معاها براحتك. بتتضايق الست الشريره وبتقول انا مش هخلص من الاغبياء دول ولا ايه. تسالها ايرا من الست المجنونه دي وبتعرض عليها انهم يتعاونوا سوا ويقضوا عليها. فجاه بتطلع الست العجوزه من تحت الاحجار وبتقول انها كانت هتموت في الهجوم ده. بتطلع تليفونها اللي سرقته من صاحبه مومو وبتبحث عن مواصفات الست الشريره اللي قدامهم. بتقول لها مومو انها من الاشباح هي كمان والمفروض يكونوا عارفين بعض. بترد عليها وبتقول لها انها ما بتهتمش باشباح ضعيفه المستوى زيها. بتقول ايرا للست الشريره انها البطله المختاره وهي اللي هتقضي عليها بنفسها وهتخلص العالم من شرها. وقبل ما تكمل كلامها بتحطها الست الشريره في بقها هي كمان وبتبتلعها في لحظه وبتتعصب الست الشريره وبتقول له مومو ان هي السبب وهي اللي حرضت ايرا بنتها ضدها وخلتها تقول عليها وحش شرير. بتطلب مومو من الست العجوز انها تفك القيود بتاعتها عشان تقدر تواجهها. بتقول لها الست العجوز انت فاكره اني هساعدك بعد كل اللي عملتوه فيا. وفجاه بتاخدها الست الشريره من شعرها وبترفعها في الجو وبتقول لها انها لازم تعتذر لها على اللي عملته. بتتخنق مومو وما بتكونش قادره تتكلم. بتلف بيها الست الشريره في المكان كله وبتسحلها لكن بتفضل مومو ساكته. بتكون خلاص هتتخنق وتموت وفجاه بتبلعها الست الشريره هي كمان. بتقف قدامها الست العجوز وبتقول لها انت ما فيش حد قادر عليك يا ست انت ولا ايه. وبتقول لها انها لو عايزه تعيش يبقى لازم ترجعهم تاني. بترد عليها الست الشريره وبتقول لها شكلك عايزاني ابلعك انت كمان. لكن فجاه بتحصل حاجه غريبه جدا وبتحس الست الشريره انها بتتحرق. بتقول لها الست العجوزه ان هي دي قوه مومو وانها ولعت في شعرها اللي بلعته معاها. فجاه بترجعهم الست الشريره تاني وبتكون ايرا هي اللي فاقده الوعي فيهم. بتقول مومو ان دلوقتي جه دورهم وانهم هيردوا لها كل اللي عملته فيهم. تفتكروا هيقدروا انهم يتغلبوا على الست
العملاقه دي. وعشان توصل لك باقي القصه ما تنساش اللايك والسبسكرايب وانك تفعل زرار الجرس عشان يوصل لك كل جديد. اشوفكم في الحلقه الجايه، سلام.